يا لهوي على الجو الثلجي، مش قادرة أتحرك خالص. فجأة لقيت واد قمر بعين واحدة غرقان مية وقاعد بيعيط علي بحرقة. هو في إيه وسط الدوخة دي؟ قلت في سري. يخرب بيت جمال عينيه. نمت وفقت على صوت الشغالة وهي بتزغرط. يا سعادة الحنا، الأميرة فاقت يا ناس. أميرة مين يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ أنا فين ومين دي أصلا؟ للسهو حسأل لقيت معلقة دواء محشورة في بقي. يا لهوي على المرار، قرفت من كتر الدواء الدابغ ده. بقالي كام يوم محبوسة وكل شوية حد يدخل يتفحص فيا. أنا شكلي لبست في حيطة، أنا جوه رواية الوحش والهانم. وعارفين المصيبة دي رواية للكبار فقط 19 بلس. القصة عن الأمير الدلاك الملعون وصراع ريتشارد وبلاك على قلب البطلة ديانا. شغل دراما تركي على أصوله. وأنا مين؟ آنسيا أخت البطلة. اتجوزت الأمير المنحوس وهي صغيرة، ومن صدمتها في شكله رمت نفسها في البحر. حركتها دي كسرت بلاك خالص. قفل على نفسه وافتكر إنه وحش، وفي الآخر ديانا سابته وراحت للتاني. المفروض آنسيا تموت، بس بما إني دخلت جسمها لسه عايشة. والواد اللي كان بيعيط ده أكيد هو بلا، كان يموت من الخوف علي، ودلوقت اختفى. بقالي 5 أيام فيقة وهو مش باين. يا عيني أكيد قلبه وجعه، ما هو معذور. عروسته انتحرت لما شافته. قلت للشغالة وديني للأمير. قالت يا مصيبتي، أنت بتقولي إيه؟ قالوا لي إنه تعبان نفسيا بسببي. بس أنا صممت، قلت لها ما تخافيش وديني ليه فورا. البت صدمت من قراري. أنا أصلا كنت بموت في بلاك في الرواية ومش هسيبه للهم. جيه الوقت عشان أصلح طفولته السودة دي. كده آنسيا ملهاش حد. أبوها رماها رمية الكلاب وجوزها للأمير الملعون عشان يخلص منها وخلاص. أبوها اتجوز واحدة تانية ودلعوا ديانا ورموا آنسيا في النار. باعوها لأمير ملوش مستقبل عشان الفلوس. البنت انتحرت من قهرتها، أهلها باعوها والقدر ظلمها. ما كنش قدامها غير المية الباردة تخلص حياتها فيها. دخلت عليه وقلت له يا بارنس أنا جيت. لقيته مستخبي تحت اللحاف وبيصرخ امشي متقربيش مني. فاكر نفسه وحش وهيخوفني، بس أنا قفشته. الواد اتصدم. وقفت قدامه ولا تهزيت وهو عمال يدور على أي حاجة يتدارى فيها. منظره كان يقطع القلب. خبى وشه بالمخدة وزعق أنتِ مجنونة، إزاي تعملي كده من غير إذن؟ قعدت أبص له وأنا هموت من الضحك. ده المفروض بطل رواية للكبار. فين الواد الشقي بتاع زمان؟ للي قدامي ده أرنب أبيض كيوت خالص. قلت له اسمعني بس، ورحت خاطفت الماسكة من على وشه. الواد تجمد مكانه وقعد يداري وشه بإيدي. قلت له يا واد أنت قمر. خدوده بقت طماطم من الكسوف. أنا ما كنتش بجان له، ده فعلا يجنن. عينه حمراء ووجهه فيه علامات سوداء، بس ملامحه تجنن. مناخيره مرسومة وفكه حكاية. بطل من يومه ده. لسه لما يكبر هيبقى صاروخ أرض جو. بس الواد غلبان ومش مصدق نفسه وقالي بس أنتي بتكرهيني. قلت له أكرهك إيه يا غبي؟ أنا بس اتكعبلت ووقعت في المية بالصدفة. طبعا دي كذبة بيضة عشان ميزعلش. دي صراحة مستحيل أنتحر عشان وشك القمر ده. أنا بقيت صاحبة الجسم ده خلاص وهدلعك. سألني بلهفة بجد. قلت له طبعا ده أنت أنقذت حياتي يا بطل، أنا بجد متشكرة ليك جدا. الواد انهار من العياط، كان فاكر إني بموت بسببه. قلت له يا حبيبي ده أنا محظوظة إني تتجوزت واحد زيه. 5 أيام بلياليهم والواد بيموت من الرعب.
رحت واخداه في حضني وقلت له: ما تخافش، أنا بحبك يا بلا. قال لي بكسوف: وأنا كمان بحبك. ضحكت في سري، عارفة إن ديانا هي للي في قلبه، بس مش مهم دلوقتي. الإمبراطور كان عارف إنه بيحب ديانا، بس أبوها النذل بعتني أنا مكانها عشان يحمي بنته المدلعة. قلت له: يلا ننام سوا بقى. الواد اتصدم ووشه جاب ألوان ورجع لي وراه. هو أنا قلت حاجة غلط؟ عيلتي عندهم قوة نور بيتفك اللعنات، والمفروض ديانا هي اللي كانت هتعالجه لما يكبروا. أنا كمان عندي شوية قوة. اللعنة دي مش بس شكل، دي وجع بيموت، خصوصا لما الجو يبرد. يا عيني، نطفي المية الثلج عشان ينقذني، وأكيد اللعنة ولعت في جسمه من الوجع، والواد صامت ومبيشتكيش. وعشان أعالجه بقوة النور للي عندي، لازم يكون فيه تلامس بينا. في الروايات اللي زي دي اللمس هو العلاج، بس بما إننا لسه عيله كفاية تقوي نمسك إيد بعض. قلت له: يا ابني ما تبقاش نيتك وحشة، إحنا متجوزين يعني عادي ننام جنب بعض، ما فيش كسوف. الواد لسه مكسوف ومستخبي في المخدة. ده أرنب خالص، فينا الجبروت للي هيطلع منه بعد 10 سنين. مستحيل أسيب الواد الغلبان ده لوحده. رحت شادة المخدة وقلت له: تعال هنا يا بطل، مفيش هروب، إحنا خلاص بقينا زوجة وزوجة، ومن هنا ورايح هننام سوا كل يوم. سامع ولا لا؟ لا مش كده خالص. أنسية كويسة؟ يعني لو نمنا سوا هتكوني تمام. طبعا يا باشا، ده أنا بعشقك. بليك خدوده بقت نار ودماغه شيطت. أنا كمان بحبك. شبكت صوابعها في إيده وسألته بدلع: إيه رأيك؟ حاسس إنك أحسن؟ يا ترى حاسس بنور السحر وهو بيمحي اللعنة. الكتاب بيقول إن الوجع بيختفي لما يمسك إيده الديانة. بس أنا مش البارونة اللي في القصة. معقول سحري مش شغال؟ أنا بقيت جوا الرواية خلاص، لازم أساعد بليك، مش هسيبه يتعذب لحد ما يقابل ديانا. أنسيا لفت تمشي، بس شكلي لسهي ضعيفة. بليك مسك فيها بقوة، ما تمشيش في هوانها من ظهره بلهفة. يا خلاشي على الدفة، إيد أنسيا دافية أوي، خليكي معايا، مش هسيبك خالص بجد. أيوه، كنت رايحة أجيب غطا بس بليك تكسف وتدار الناحية التانية. أنسيا استغربت، هو بيترعش كده ليه لما حضني؟ مش عاوز تنام جنبي؟ لا طبعا، بس انتي متأكدة تنامي جنب وحش زي يا سم الأمير؟ متقولش كده، انت مش وحش، وقلت لك 100 مرة وشك زي القمر. اللعنة دي هتفك، أنا متأكدة. عنده 18 سنة، كل الكابوس ده هينتهي وتبدأ حياتك بجد. ارفع راسك، متهتمش بكلام الناس التافهة. بليك سرح في رقم 18. زين عيلة بين عندهم سحر النور، عيلة جيليان مكتوب عليها لعنة سودا. الملك فيليب مؤسس الإمبراطورية كان مصاحب إلهة النور، كانت بتحبه وأدته قوتها عشان يعملوا مملكة قوية. بس بعد ما بقى ملك غدر بإلهة النور وراح لوحدة تانية. الإلهة تجننت من الغيرة ولعنت كل نسله ليوم الدين. اللي بيتلعن بيظهر على وشه علامات سودا مش بتختفي غير بالموت، ومحدش فيهم بيوصل للسن القانوني. بليك هيموت لما يتم 18 سنة، بس لما يقابل ديانا كل ده هينتهي. شبكت صباعها في صباعه: بوعدك مش هتموت، وحياتي عندي لأنقذك. بليك سحب إيده بخوف: لا، متحلفيش بحياتك. لا يا روحي، انت لازم تعيش حتى لو أنا مت. لا، محدش فينا هيموت، اطمن. بليك عيط تاني، وإنسيا مسحت دموعه بمنديل. يا ناسي على الولد الحساس، أنا مش بعيط كده، لا بتعيط وكتير كمان، صح ولا لا؟ طيب خلاص فهمت،
محصلش حاجة. وفي الآخر ناموا هما الاتنين في حضن بعض للصبح. الصبح النور دخل، وأنسيا صحيت لقت بليكا ماسكة إيدها ونايم زي الملايكة، ماسكة إيدي طول الليل يا خراشي على الطعام. صحي وشافها وضحك ضحكة تجنن. بتضحك ليه؟ مبسوطة قوي. مبسوط بمين؟ إن أنسيا كانت جنبي طول الليل أنا هفضل جنبك دايما عشان تضحك كده. وفعلا قعدت معاه كام يوم، بس لاحظت إنه مش بيخرج من أوضته خالص، بيأكل ويقرأ متقوقع جوا. وفي حاجة غريبة أكتر اكتشفتها وإحنا بناكل كل يوم: فجل، خس، جزر، فطار، غدا، عشاء، بقالنا 3 أيام مش بناكل غير خضار. أنسيا تجننت. هو أنا متجوزة أرنب؟ حتى الشوربة هي بتاعة امبارح. يا سم الأمير، إيه أكلتك المفضلة؟ أي حاجة تمشي. طيب بتحب اللحمة أو السمك؟ رد بفرح. أيوه طبعا، يعني الولد مش نباتي ولا عنده مشاكل في الأكل. كده بانت الطباخين كسلا وبيستسهلوا ويأكلوه أي حاجة عشان ما حدش بيهتم به. بسب اللعنة الأمير وحرمه غلابتي وصغار وما لهمش كلمة، والكل بيستوطى حيطتهم. والمدير الكبير بن المالك يزهميله شايف نفسه. أنسيا مالك، الأكل وحش؟ لا يا حبيبي زي فل، متشغلش بالك. حطيت الشوكة ونادت مليسة: يا مليسة، بعد ما أخلص خلي المدير يجي لي أوضة أوزاه في كلمتين. حاضر يا مولاتي، حالا. كل المشروم المشوي ده يا ملكي مش بحبه، لازم تاكل عشان صحتك. يلا افتح بقك. بيجا سمع الكلام. امضغ كويس، مش تبلع على طول. شاطر يا حبيبي، ايدك دافيتي قوي، برتاح لما بيمسكي ايدك. يا روحي، انا اسعد وحدة في الدنيا. كمل اكلك بقى. يا ترى لو هو ارتاح ممكن قوية النور تظهر عندي. المدير وصل، خليه يدخل. دخل ووشه يقطع الخميرة. خير يا ترى؟ أنسيا قالت في سرها. قال بن ماركيز قال: ضحك الداب زفة وفاكر نفسه أعلى من الأمير نفسه. أنسيا قالت: أكل الأمير مش متغدي خالص. وده السبب. افتكرت فيه مصيبة. الأكل تمام وفل لأمل الإمبراطورية، ده مش مهم في نظرك. رد بتكبر: يا مولاتي، انتي لسه جديدة ومش فهمة الدنيا هنا. الملكة مش بيدينا ميزانية كفاية. نعمل ايه يعني؟ الفلوس مش مكفية مصاريف القصر. ده كداب وبيبدع ريقه بالعافية. الميزانية ممكن متكونش لرفاهية، بس مش لدرجة مفيش حتى لحمة واحدة. تمام، فهمت. كنت خايف تكوني صغيرة، بس ريحتيني إنك فاهمة. أنسيا بصت له بقوة. انت مطرود. نط من مكانه. حواجبه اتنفضت وكان هياكلها بسنانه. أنسيا نادت قائد إيدين: يا حضرة الضابط، خذوا المدعو براون على السجن بتهمة سرقة ميزانية الأمير. بتقولي براون برطم بغباء. عرفت يعني اختلاس؟ طبعا، وإن ده حرامي كبير. عينه برقت من الصدمة من قوة أنسيا. سيبوني في حالي، انتم مجانين. أنا وريث عيلة ماركيز، انت متجوزة وحش منبوذ فاكرة نفسك أميرة بجد. هتندمي ندم عمرك. زود عليه تهمة إهانة الأمير وحرمه. إيدي نحن أمرك يا مولاتي. براون قعد يصوت: سيبوني. بس لما بصت له أنسيا بغضب سكت وجسمه كله تلج. بعد ما المدير اتمسح به الأرض، الجو في القصر بقى مشدود. بدل ما أخاف قررت أنظف المكان وطردت كل الأوباش اللي هنا. دي لستة المطرودين. الحقيقة إن لما بليك التنفى كل الحاشية غدروا به وراحوا لريتشارد. مش عاوزة خاين واحد حوالينا. كل اللي في الورقة دي برا. بعد التصفية المكان هدي وفضي خالص. ميليسا قالت بقلق: يا مولاتي، الملك هو اللي اختار الناس دي، تفتكري هيعديها لينا؟ البت مرعوبة خالص، متخافيش، كله تحت السيطرة.
ميليسا اطمنت شوية. حاضر، هناكل إيه النهاردة؟ يا مولاتي انتي طردتي كل الطباخين. مفيش طباخين، متشيليش هم، أنا اللي هدخل المطبخ بنفسي. بلد أيوي وله. دخلت المخزن ولقيت كنوز تجنن هتبهرك. تعالي معايا. ميليسا مش مصدقة، الأميرة بنفسها هي تطبخ. أنسيا فتحت الباب. ترى إيه اللي جوا البرطمانات دي يا مولاتي؟ شوفي يا ستي، صوصو، صويا وشطة، نار، صويا وشطة. دي توابل من الشرق، بتخلي الأكل يودي في حتة تانية خالص. يا مولاتي انتي عبقرية مظلومة، عرفتي كل ده منين؟ أنسيا ألفت حكاية، قرأت كتب عن الشرق وأنا صغيرة. سمعت إن الملك جاب كل أنواع البهارات من العالم كله للأمير، بس ما كنتش أعرف إنها كتير كده. أنسيا تغاضب. ده قصدي بالضبط، مش مصدقة إنهم سابوا كل ده وأكلوه خضار مسلوق. شمرت كمامها. يلا بينا نبدأ المهرجان. كور سمكة مقلية وشوربة خضار ترد الروح. هيجيه، خلصنا. ميليسا اتصدمت. هي الأميرة طلعت برنسيسة في المطبخ ولا إيه؟ أنسيا عندها خبرة سنة كاملة. يلا نغدي الأمير. بقى الأكل نزل على السفرة وبلايك. عينه طلعت بره من كتر الانبهار. إيه الجمال ده؟ دي أكلة شرقية يا برنس، شفتها في كتاب وعملتها بالموجود. بلايك ما كنش مصدق إنها اللي طبخت. قعد يبص للأكل بلهفة، بس المشكلة يا عيني ما كنش عارف يبدأ منين ولا يأكل إزاي. بعين بايك عمره ما شاف أكل شرقي قبل كده، مش متعود عليه. صح، ما تقلقش، أنا لسه عارفاه قريب. الأكلة دي اسمها كفتة سمك، شكلها كيوت وقمر زيك تماما يا مولاي. أنا كيوت؟ أيوة طبعا، زي الأرنب الصغير. يلا قول بلايك داق حتة وفرح جدا، طعمها خيال. طيب جرب بقى شوربة الفول الصويادي بنفسك. يلا وريني الشطارة، طعمها غريب شوية. لو ما عجبتكش ما تغصبش نفسك. أنسيا كانت متوترة وخايفة ما يحباش، بس أول ما حطها في بقه عينه لمعت من كتر ما هي لذيذة. تحفة، دي أحلى حاجة دقتها في حياتي. خلاص، هعملها لك دايما. أنسيا حست إنها بتربي طفل مش جوزها، بس كانت مبسوطة جدا باللحظة دي. عشان بلايك يكسر اللعنة لازم يحب ديانا. فقلت خلاص، هسعده وأفضل جنبه لحد ما يكبر وبعدين أمشي. ما كنتش قادرة أكسر اللعنة، بس قلت أحميه لحد ما يقابل حبه الحقيقي. حسب الرواية بلايك لازم يشوفوا 3 مآسي سوداء. الأولى هي إنه يورث اللعنة الملعونة دي وهو لسه عيل صغير. الثانية خطيبته آسياه تنتحر يوم فرحهم. والثالثة موت أبوه الملك تيان، وبعدها العم الشرير كاسينه ياخد العرش لابنه ريتشارد. كاسينه يطرد بلايك ويسيبه للعنة تكمل عليه، وهي فيه لجزيرة بعيدة يعيش فيها طفولة تقطع القلب. طبعا موضوع اللعنة حصل خلاص قبل ما أنسيا تدخل جسم البنت، بس موت الملكة لسه ما حصلش، يعني فيه أمل أمنعه. بعد الجواز الملك يسافر لوادي الفوضى. لازم أقعد راقية وأستناه لما يرجع بعد ما أردت بكل حاجة. بلايك طلع بيعشق الأكل الكوري، مش بقول كده عشان أنشف، لا، ده هو فعلا أعجب به جدا. نفسي أعمل له حاجات أحلى، بس محتاجة فرن وحلة كبيرة مش موجودين. الحلل الكبيرة سهلة، هرسمها للحداد ويعملها، وبعدها هخليه يعمل لي فرن مكين. بس يا ترى أحطه فين عشان يبقى مقداري؟ كنت بقيس المقاسات وفجأة سمعت صوت: بتعملي إيه عندك؟ أنسيا تخضت وبصت وراها. يا لهوي، لا مؤاخذة، ما كنتش قصدي أخضك يا أميرة. حواجب تقيلة، فك مرسوم
وجرح في رقبته وعينين الوحوش. عرفته فورا. ده ريتشارد بطل الرواية اللي مش بيسمي على حد. ريتشارد ضحك وقال: عاش من شافك يا أنسيا، هو ابن أخو الملك، وبما إن بلاك ملعون فريتشارد هو المرشح الأقوى للعرش. بس الحقيقة إن موقفه صعب عشان أمه كانت جارية، بس هو طماع ومفتري. هيقضي على كل اللي في طريقه واحد واحد لحد ما يوصل للتاج. في آخر الرواية هيستغل ديانا عشان يخلص من بلايك. مش هيحصل، لا الملكة هيموت ولا بلايك هيتشال من مكانه. أنا هوقف الكلام ده. قلت له بنشفان ريق: عايز إيه؟ ريتشارد بدأ يتنطى ويقول إني عملت شوشرة وطردت الخدم بعد الجواز على طول. فهمت، جاي شمشم، لا يعرف طردتهم ليه. أصل أكيد كان له جاسوس وسطهم. قال لي بمكر: تصرفاتك متهورة ومش شبه عيلة الهامل ليهم وزنهم. إزاي تسجني ابنهم الكبير وقعد يحاضر لي إن الأمير لازم يختار ناسه بنفسه. الدم ضرب في نفوخي. يا عم أنت عارف إنهم جواسيس تبعك وتبع أهلك. جاية تعلمني أعمل إيه؟ رديت بذوق بس بسم: مش هخلي خاينين جنبي. قال لي: خليكي كريمة، كده هو هيكرهوكي وما حدش هيبقى مخلص ليكي. ده مجرد شك منك، ده قلة ذوق. قلت له: الموضوع مش يخصك، يلا تفضل من غير مطرود. قال بغرور: أنتي بتتقمصي علي ولا إيه؟ ريتشارد طلع نرجسي وقال: أنتي زعلانة عشان رفضت حبك. أنسيا كانت هتتشل. حب إيه يا ابني وأنت؟ كمل وقال: عارف إنك هتموتي علي، بس أنا ابن الجارية والملكة مش هيوافق. مش هأقدر أعصى أمر الملك وأحبك. يا دي البجاحة أنسيا، أنت طيبة وعارفة مشاعري، أنت لسه بتعشقيني صح؟ أنسيا كانت مصدومة من كتر الهبل. إيه يا حج، أنت متهيأ لك حاجات غريبة. مين دي اللي تحبك؟ ريتشارد اتصدم. أنت قليل الأدب، إزاي يتكلم حرم الأمير كده؟ أنت بتهين العيلة المالكة. ريتشارد قال بصوت واطي. لسه زعلانة ومد إيده، بس فيه إيد ثانية وقفته. بلايك جه وقال بحزم: أنسيا قالت مش بتحبك. ريتشارد حاول يخلع: أنا والآنسة بيلا بين معرفة قديمة. بلايك شخط فيه: اسمها الأميرة مش آنسة. ريتشارد كتم غيظه وقال: أسف يا مولاي، غلطة لسان، خلي بالك المرة الجاية، لو غلطت فيها تاني مش هرحمك. غور من وشي. ريتشارد جري زي الكلب. وبلايك قال لأنسيا: ما تبصيش عليه. أنسيا لفت وشها. بلايك كمل بغيرة: ما تبصيش لأي راجل غيري. شكله الكيوت خلى قلب أنسيا يدق. مسكت إيده وقالت بضحكته: مين ده اللي أبص له؟ قالت له بكل صراحة: ده شبه الكلب المسعور أصلا. بلايك استغرب. كلب؟ أنسيا كانت هتتفجر من الغيظ. أيوة، واحد مجنون بي يقول إني بحبه. تخيل. بلايك ارتاح لما سمع إنها مش بتطيقه، وخدوده احمرت من الكسوف وسألها برقة: يعني مش بتحبيه فعلا؟ بس ريتشارد مشهور والناس كلها بتحبه. أنسيا كشرت وقالت: بكره الناس المرائية واللي بيثلوا زيه. في ثانية ضحكت وقالت: أنا بحب الأرانب الكيوت اللي زيك بس. بلايك وشه بقى طماطم من الكسوف وحس إنه طاير من الفرحة، وقعد يتلزق في إيدها بدلع مش طبيعي. أنسيا دابت في جماله. بالنسبة لها بلايك ده ملاك نازل من السماء بجماله ونوره. خلاص قلبي ارتاح بملاكي الصغير. وفجأة سألته: يا ترى إيه نوع البنات اللي بتحبهم يا مولاي؟ بلايك رد من غير تفكير. أنسيا افتكرته مش فاهم. قالت له: لا، أنا بسأل عن مواصفات فتاة أحلامك. بس بلايك رده ما تغيرش، وبص لها بنظرة كلها حنية ودفى: أنا بحب أنسيا. ومش بس كده، ده حضن رقبتها وقال لها بملل:
مش محتاج حد في الدنيا غيري. أنسية ثبتت مكانها من المفاجأة وضحكت بسعادة. وأنا كمان مش محتاجة غيرك يا حبيبي. المشهد اتنقل للقصر. أنسية بتجرب مية الحمام بإيدها، ولما لقيتها تمام ابتسمت وقالت كاملة ومكملة. راحت فتحت الستارة ونادت يا أميري. بلاي كان قاعد يقرأ. رد عليها أيوة يا أنسية، فيه حاجة. وقفت بكل ثقة وقالت بنور في عينها من النهاردة أنا اللي حميك بنفسي. بلايك اتصدم وجاله إيرور. هي كانت متحمسة وهو كان هيموت من الكسوف، لكن تلخم وبقى مش عارف يودي وشه فين. ما استحملش العرض المفاجئ ده وقال أنا طالع بره شوية، وهرب جري. أنسية مسكت كتاف بوليك بكل جبروت وقالت له يا سمو الأمير. الولد اتخض وارتبك، بس هي شدت على كتافه وقالت بحزم يلا على الاستحمام. بليك كان بيقاوم بكل قوته. مش هينفع، خايف أعديكي باللعنة. بس أنسية مصممة مش هتعدي. أصل الإشاعات بتقول إن اللعنة دي بتدمر أي حد يلمسها أو حتى يبص لها، وبسبب الإشاعات والهبد ده كله صاحب اللعنة ممنوع يخرج ومحبوس في آخر الدنيا في جزر الجنوب. بليك خسر منصبه كولي عهد بسببها، بس الإمبراطور تيين تمسك به وخلاه في القصر. وأنسية لسه بتحاول تقنعه إن مفيش نحس هيصيبها. فكك من الإشاعات دي. بس بليك راسه ناشفة. قالت له يا ابني أنا شفت وشك وإيدك خلاص، يعني حصل إيه؟ بليك اتكسف جدا وخبى وشه. دي حاجات بسيطة، بس تشوفي جسمي كله دي كارثة. وفجأة صرخ أنا مسخي وحش. أبليك كان نفسيته صفر وخايف تكرهه، بس أنسية فضلت جنبه تطمنه وبتلوم نفسها على الإشاعات اللي وجعت قلبه. أنا عارفة إنك مش عايزني أشوف اللعنة، بس أنا شفت آثارها فعادي بقى. حست إنها ضغطت عليه غلط. قربت منه بكل حنان وقالت له بص لي يا سمو الأمير. صوتها الحنين خلاه يهدى ويرفع راسه لها. أنت مش وحش أبدا. لمست خده اللي احمر من الكسوف. لمسك مش بيقرفني، بالعكس أنا مبسوطة جدا من يوم جوازنا. بليك بص لها باستغراب. أنت مبسوطة بجد؟ ردت بضحكة تجنن. أيوة طبعا مبسوطة، إنك جوزي. راح حاضنها بكل قوته. وأنا كمان مبسوطة إني اتجوزتك. غمضت عينها وقالت له ما تقولش على نفسك وحشنتيني. قال لها ماشي. قالت له يلا بقى نستحمى. وشه بقى طماطم ورفض بكسوف. أنسية استغربت ليه لا. رد بصوت وطي بتكسف. قعدت تضحك عليه. بتتكسف؟ ما تتكسفش مني. ضحكت من قلبها. يا خراشي على الطعامة، لما أنت بتتكسف كده أمال كنت بتعمل إيه مع الخدم لما بيحموك؟ قال لها عشان هم مش أنسية. قالت له بتفرق بيني وبينهم يعني. في الآخر استسلم لها ووافق يروح. أنسية مسكت إيده وهي بتضحك، بس بليك كان قلقان. أرجوكي ما تتصدميش. أنسية ضيقت. أنت مش قلت مش هتتكلم كده هاتيني؟ بدأت تتعصب. لو قلت كده تاني هزعل بجدي. بليك رد بخوف أنا بتكلم جدي، ما تسيبينيش أبدا. أنسية سكتت وافتكرت إنها لازم تمشي لما ديانا تيجي عشان تفك اللعنة. دلوقتي مهمتها بس تحميه. بليك خاف من سكوتها وعيط. أنسية هتسيبيني. هي قررت تكذب عشان تطمنه. لا طبعا ما فيش كلام من ده. قالت له بدلع إزاي أسيب جوزي الأرنوب العسلي ده؟ بس من جواها كانت عارفة إنها كذبة مش بيدها. دي كذبة بس لمصلحته. مسحت دموعه وضحكت. أنا بيتي هنا، ودلوقتي يلا بقى نستحمى قبل ما تطردني. أبليك قلع قميصه، واللعنة كانت ملية جسمه من رقبته لحد رجله. أنسية بصت له وهي ساكتة، والشمس بدأت تغيب. بيت شاد الشريرة قاعد بيخطط.
أنسيا طردت كل الجواسيس اللي حوالين الأمير ونظفت القصر. الكل هيتجنن، إزاي عيلة عندها 10 سنين تقلب الترابيزة عليهم كده وتمنعهم يراقبوا الأميرة؟ ريتشارد فكر إن أنسيا هي الجوكر بتاعه لأنها كانت بتحبه زمان، وفاكر إنه سهل يثبتها بكلام الحب. كان عايز يخليها عروسة ماريونيت في إيده، بس أنسيا هزأته لما شافته. إلزم حدودك معايا. كل حساباته طلعت أنطة. بليك نفسه تغير، ومش بس بقى قوي، لا ده فعلا بقى حد تاني خالص. أنسيا غيرت الوحش ده تماما. ريتشاردي بدأ يطمع فيها لنفسه. ونرجع لأنسيا اللي كانت مصدومة من حال بليك. يا خراشي، أنت خسيت كده ليه؟ دخلته البانيو وبدأت تحميه وهي زعلانة على جسمه اللي ملياه اللعنة. بليك صغير وبيتألم جدا، وفجأة بص لها وقال كفاية لحد هنا بقى. خايف تعيدي؟ قالت له لو قلت كده تاني هزعل بجدي، وبدأت تغني له عن العريس أبو كرشن. بليك تحمق. أنا ما عنديش كرشن. قالت له ببراءة دي أغنية بس بطنك منفوخة أهي. قال لها ده عشان أكلت كتير بس مش هاكل تاني خالص. ضحكت وباست راسه. لا يا حبيبي، كل كتير عشان تكبروا وتبقى راجل، لازم تكبروا سريعا. قال لها هاكل كتير عشان أبقى أطول منك. وبعدها أنسيا جالها هدية من ريتشارد، هدية ومعاها جواب اعتذار. أنا آسف على اللي حصل، أرجوك اقبلي الهدية. أنسيا كانت مستغربة من تمثيله. فاكرني سهلة وهيستغلني جاسوسة. قالت لنفسها أنا صديته كتير بس الظاهر إنه بينسى. نافخت بضيق وقالت للخادمة رجعي الهدية دي كمان. الخادمة كانت خايفة، بس أنسيا صممت. تفتكري هيفهم ويحل عن سمايا؟ تاني يوم جلها هدية تاني من ريتشاردي. كل يوم يبعت وهي ترفض. بقت تتعصب أول ما تسمع اسمه، وقالت للخادم رفض قاطع. الخادم قال لها بس ده كنز كبير، خاتم نفس عروس البحر. أنسيا اتخضت. ده جني خالص، دي حجر ما نمالوش مثيلا. في الرواية ريتشاردي أدى الخاتم ده لديانا، ليه بيديه ليا؟ ده شكله حيتجنن عشان يوقعني في شباكه. رواية كانوا بيشكروا جدا في جمال المجوهرات دي، بس أنا كل لي همني ريتشارد النمسي ناوي على إيه؟ أنسيا رفضت بقوة. مش عاوزاه، لو حتى حجر مش هقبلها. قولوا له مش عاوزة منه حاجة. برا القصر أنسيا كانت طايرة من الفرحة، وميليسا بيا عيني بتحاول تهديها. يا سمو الأميرة اتهدي شوية، أصل دي أول مرة تخرج. والبتي كانت منطلقة على الآخر. وقفوا قدام محل وعيونها بلمعت زي النجوم. أخيرا هجيبي للي نفسي فيه. دخلت وورت للصانع رسمة غريبة. تقدر تعمل لي زي دي؟ الراجل بص فيها ورفع صباعه بالثقة. عيب عليكي، أنا ما فيه حاجة تقف قدامي. خلصوا الاتفاق وهم خارجين. ميليسا سألتها تحبي نلفي شوية كمان يا برنسيسة؟ لا، يلا نرجع، بريكي أكيد مستنيني وقلبي مش مطمن. وفعلا أول ما دخلت بريكي جري عليها وحضنها بشوق. ها، الرحلة كانت حلوة زي أيوه، كانت يوم جنان. سألها بخوف حصل لك حاجة؟ ضحكت لأ كله تمام، أنت كنت خايف علي. رد ببراءة طبعا، أنت تأخرت قوي. أنسيا فرحت إنها رجعت بسرعة. حطت إيدها على قناعه. اقلعي البتاع ده بقى، مش كده أريحي. بليكي وشه جاب ألوان. أنت دايما عاوزة تشيليه. فركت لأنه في الرواية كان بطل محرج جدا. لاقيه هيفهم غلط دلوقتي. قالت له أصلي بحب أشوف وش جوز القمر ده. ضحك. وأنا كمان بفرح لما بشوفك. قالت له خلاص ما فيش ماسك، وأنا معاك
وافق طبعا. حست إنه كان هيموت من شوقه ليها النهاردة. سألته: حصل حاجة وأنا برا؟ نفى، بس هي صممت. قال بيأس: خفت تسيبيني، بس عارف إنك مش هتعمليها. إيده كانت بتترعش. طمنته: مش همشي أبدا. فرحة بجد. قالت له: بس لو حبيتي واحدة غيري هختفي في ثانية. بليكي تصدمة. أنت بتقولي إيه؟ كملت: جوازنا سياسة، لما تكبر هتلاقي حب حياتك قاطعها. أنا ما عنديش غيرك. هي فكرت إنه لما اللعنة تتشال هيبقى مزن والبنات هيجروا وراه. هتلاقي طوابير ستات عوزاك. رد بثقة: أنت أجمل بنت شفتها. ضحكت وقالت له: بكرة تكبر وتغير رأيك. بس بليكي كان عنده رد تاني خالص: أنت مرتي الوحيدة وأنا جوزك للأبد. مش عاوزي غيرك، ولا أنت عاوزة راجل غيري. قالت له بحنان: لا طبعا، أنا محتاجة لك أنت وبس. يانا هي اللي هتفك اللعنة، لازم ما تعداش حدودي. بس بليكي حضنها جامدا: خليكي معايا لحد ما أموت. أنا أناني صح. قالت له: مش هتموت، أنا مش هسمح بكده. خلاص مش تعيطي، هتبهدلي هدومك. ردت: مش مهم. وفي اللحظة دي جه خبر: الإمبراطور تينس رجع، أقوى ملك في التاريخ وصل القصر. بليكي سأل بلهفة: هو كويس؟ الرد كان تمام، ما فيهوش خدش، وقفل بوابة الظلام كمان. طمنتني، أبويا طول عمره جبار، لبس مسكه وأنسياجيها مرسول من الحداد. راجعة حالا يا سمو الأمير. قال لها: خلي بالك من نفسك. لما خرجت هان قال لها: بصراحة ما فيش حداد، الملك هو اللي عاوزك. ضحكت: كنت عارفة إنه هيطلبني أول ما يرجع. عمل الحجة دي عشان بليكي ما يعرفش، وكان مرعوب. أنا خايف من غضب جلالته. الكل خايف دلوقتي، يمكن يكون شايطا منا. لو سألك اعترفي بغلطك فورا، وأنا هقول إنك لسه صغيرة عشان ما يقساش عليك كتير. بصت له وفكرت: أنت ممكن تضحي بعمرك عشان بليكي زي ما حصل في الرواية بالضبط. نادته بصوت قوي: يا هان، مترميشي نفسك في النار. بليكي محتاجة لك ومش تقلق، أنا قدها وقدود. هانت فاجئة بشجاعتها، وفهم إنها مش سهلة. أصل الحكاية إن فيليب مؤسس الإمبراطورية غدر بآلهة النور، ومن هنا لعنة الدم بدأت. والعيلة المالكة مخبية الفضيحة دي طول العمر. الآلهة حبت تكشف الطغاة، فحطت اللعنة على أرواحهم، بس هم طلعوا إشاعات غلط عشان يحموا سمعتهم، والشعب كله بقى يشاور على أي وارث ملعون. قالوا إن اللعنة بتعدي، وأي حد تظهر عليه يتنفي لآخر الدنيا لحد ما يموت. وده اللي حصل لبلي. اتشال من ولايات العهد، وكانوا هيرموه في جزيرة بعيدة، بس الإمبراطور تينس اكتفى إنه يعزله في جناح بعيد. قالوا إنه مش فارق معاه ومستني موته، بس الحقيقة كانت حاجة تانية خالصا. ده كان بيحميه بطريقته. تينس بيموت في ابنه، بس مش بيعرف يقول. وبليكي نفسه في ضمة أبوه، وأنا هكون الوصلة اللي تجمعهم. دخلت أنسيا بكل هيبة. الأميرة أنسيا وصلت يا جلالة الملك. انحنت بأدب: نور الإمبراطورية، سلامي لك. أول ما شافت وشه اتبهرت: يا خرابي على الحلاوة، هو ليه الإمبراطور ده مش هو البطل؟ ده حتى وهو مكشر زي القمر. سمعت إنك رميت الحرس في السجن، إيه الحكاية يا بنتي؟ الملك سألها بهدوء يرعب، بس هي كانت جاهزة بالرد. المسؤول كان بيسرق ميزانية الأمير، وأنا عاقبته على الاختلاس. فجأة سمعوا صوت صواخ: اختلاس إيه؟ أنا اتظلمت. الماركيز بيزعق:
ابني كان وفي جدا، مش مصدق إنك تتهميه بالباطل. أنسيا طلعت الدليل فورا. باطل؟ طب شوف الورقة ده كده. الملك بص في الدفاتر. ده سارق كتير قوي. أنسيا كملت. الأمير كان بياكل شوربة ساقعة، والبيه بياكل بيفتيك مخصوصا. هي دي الأمانة. كل فلوس القصر راحت على القمار والمصاريف الشخصية. هو ده الوفاء اللي بتتكلم عنه. الماركيز جن جنونه. أنت من أصلا عشان تتكلمي معايا كده؟ وش الإمبراطور اقلب. تحبي تقول آخر كلمة عندك قبل ما تتودع. إلزم حدودك وأنت بتكلم كنيتي. الماركيز حاول يحور، بس السيف نزل على رقبته. إزاي ترفع إيدك الوسخة دي قدامي؟ أنت ضربت الأميرة. الراجل كذب، بس السيف كان بيلمع تحت دقنه وخلاه يترعش من الرعب. أنسيا غمضت عينها من هول المنظر. القائد كولين همس لها. أحسن تمشي دلوقتي يا سمو الأميرة. هي اطمنت له وأدت له كورة سحرية غريبة. إيه دي؟ قالت له. دي بتسجل كل إهانة قالها في حقي وحق الأمير. خذها للملك عشان حقنا ميضعش. النهاية كانت سوداء ليهم. الماركيز إيده اتقطعت وابنه لسانه اتشال، وخدوا 30 سنة سجن مع تجريدهم من كل ألقابهم. عيلة هاميل اتمسحت في ليلة، وما حدش سمع عليهم لأنهم عدوا كل الخطوط الحمراء. ما حدش رضي يدافع عن حرامية. دلوقتي أكيد الملك خلص، بس ترى هيطلبني تاني ولا هيطنشني زي ما بيعملوا مع بليك الغلبان. بعد كل اللي عمله الماركيز للعيلة كنت مستنية الملكة يطلبني، بس خلاص أنا اللي هروح له بنفسي. أنسيا خدت قرارها. يا ميليسا جهزي العربية، رايحين لقصر فيليون. لو استأذنا هيرفض، يبقى نروح فجأة أحسن. ميليسا جهزت كل حاجة، وأنسيا لسه بيركب. لقيت بليك ماسك فستاها. رايحة فين يا أنسيا؟ قالت له مشوار صغير للميدان. قالها كذابة، رايحة للإمبراطور. أنا لازم أحمي مراتي وآجي معاكي، بس بيني وبينكم الإمبراطور أكيد بيحب ابنه رغم موضوع اللعنة والوراثة. لو روحنا له مش هيكسفنا. يلا بينا على غرفة نوم مرة واحدة. أول ما وصلوا الحرس وقفوه. أنسيا بصت لهم بقوة. انت هتمنع أميرة ولاية العهد كمان؟ العسكري اتخرس ما عرفش يرد. دخلت وسحبت بليك معاها، وفجأة شافوا الإمبراطور خارج من الحمام فوطة. أنسيا وشها بقى طماطم. قالهم فيه حاجة، وهي تنحت في عرض كتافه وعضلات بطنه. يا خرابي، ده أنا عشت وشفت روايات الواتباد حقيقة. من هنا الراجل كرر سؤاله. أنسيا قالت لنفسها أهدي يا بنتي، لازم أكسب ثقته عشان بليك أحسن حاجة. فاجئته وقالت عضلات بطنك تحفة. لحظة صمت مريبة. يا نهار أبيض، أنا قلت إيه؟ أنا تجننت خالص. حاولت ترقع. يا جلالة الملك، مش قصدي. كانت مرعوبة يكرهها قبل ما يحبها. قالت وهي مكسوفة أصلي أول مرة أشوف جسم راجل. بلكت صدم، والملكة لبس هدومه بسرعة. القعدة كانت بايخة. الملكة خلص وقالهم هبعت لكم بعدين. آنسيا لسه مبهورة بشياكته. خرجوا وبليكا كان زعلان قوي. باين إن مقابلة أبوه اللي طردهم فيها دي كسرت نفسه. سألته أنت تعبان؟ رد بيأس عايز أرتاح، ونادى على إيدين بسرعة. آنسيا كانت هتعيط عليه، وصت إيدين يخلي باله منه، وإيدين دخل له مش فاهم فيه إيه. اللي فاجئه إيدين اقلع قميصك. قعد يبص لعضلاته بيأس. أعمل إيه عشان أبقى زيك؟ إيدن استغرب. عايز سيكس باك يا برنس؟ بليك افتكر كلمة أنسيا إنها أول مرة تشوف جسم راجل. قال بحزن ما أنا راجل أهو، بس بطني مظلظة. إيدن طمنه لا يا باشا،
دي بطن كيوت. بليكا فضل مكتئب طول اليوم، حتى لما جت تنشف له شعره خبى بطنه بالفوطة وهرب. أنسيا استغربت، هو فيه إيه؟ حاولت تفكه بليك، الحلة اللي طلبتها هتيجي بكرة. قالها بغل، مش هاكله تاني، هتمرن عشان أبقى راجل بجد. آسيا عرفت إن كلامها عن أبوه دمره. اعتذرت، أسفة، نسيت إنك راجل كمان. بس هو ركب دماغه مش وكل، واطلع على السرير. دلعته، أنا حباك كده، بطنك عسل. رد بقمصة، أنا ما عنديش بطن بيبي. آنسيا نطت جنبه وقعدت تزغزغه. خلاص يا آنسيا، هموت من الضحك. قالت له، عايزاك تكبر وتبقى بطل، يبقى تأكل كويس. وأخيرا صالحته والضحكة رجعت. عند الملك بيسأل نهان، العيال رجعوا بالسلامة؟ رد أيوة يا مولاي، وبيرتاحوا دلوقتي. الملكة فكر في بليك. الولد التخير بقى شجاع وهو ماسك إيد خطيبته بعدما كان بيداري نفسه. سأل نهان، إيه رأيك في آنسيا؟ أنت بتراقبها بقالك شهر. تصدق؟ رد، طيبة جدا. نهان كان مأمور يحمي بليك من اللعنة، بس آنسيا خدت عقله، نسي مشاكل البلاط وركز معاها. جمال وذكاء وحنية، بنت ملهاش زي. الملكة ابتسم، البنت دي كاملة، بقالي كتير ما شوفتش ضحكة صافية كده. الحلة وصلت، كله انبهر. الأميرة خبرة في حاجات الشرق بجد عبقرية. قالت، النهاردة أنا اللي هطبخ. الخدم تفزعوا، يا هانم مي صحش تدخل المطبخ، فجأة كولي نجه. يا سمو الأميرة، جلالة الملك طالب يقابلك حالا. تنحت، أنا وكمان الملكة باعت هدايا. آنسيا خافت يكون عشان عكل لي عملته. شافت كمية صناديق مرعبة، أكيد فيه غلط، مش معقول كل ده ليا. الخادم أكد، لا دي ليكي. قالت، معقول عشان قلت له عضلاتك حلوة؟ لا مستحيل، خلاص هلبس وأروح أشوف فيه إيه. وفي ثواني كانت جاهزة زي القمر. بليك انبهر، شكلك يجنن يا آنسيا، ودعها وهو مش قادر يشيل عينه عنها. دخلت للملك، قالها، الفستان لايق عليك جدا. شكرته وكانت فرحانة باللون الأصفر. سألها، بتحبي الذهب؟ فكرت، ذهب إيه ده؟ أنا عندي 10 سنين. قالت، قصدي لايق لما أقف جنب البري، اللون الأصفر لايق جدا على تاجه. بتحبيه يعني؟ طبعا، ده جوزي يا جماعة. بس ممكن أوضح كلامي أكتر، محدش يقدر يكرهه. الإمبراطور سكت لحظة، بعدين قال، الكل شايفه ملعون بسبب الإشاعات، انتي كمان بتحبيه. وارتبك جدا، إلا تذوق، الولد ده ملعون، بس ده ابنك، وأنا متأكدة إنك بتحبه صح. الإمبراطور استغرب، متأكدة ليه بتبعت لي هدايا وانت بتكره ابنك؟ ده اعتذار عن قلة ذوق الماركيز. طيب ما أنت سامحتني امبارح، فاكر؟ كنت مكسوفة لدرجة إني نسيت. أسيا ضحكت ببراءة، وبعدين الفطار اتقدم. كلت قطعة كيكة وعجبتها جدا، ده طعمه تحفة بجد، أكيد ولي العهد هيحبه. الإمبراطور كشر وقال، طيب ابعتي له شوية. أنيا طارت من الفرح، جد؟ شكرا يا مولاي. أنيا فكرت، أكيد الإمبراطور دور ورايا، طبيعي يكون عارف إني خبرة في الثقافة الشرقية. لا يا مولاي، أنا بس مهتمة بثقافتهم، مش سهل تلاقي معلومات عنهم. هي فكرت، هيصدقوا لو قلت قريتها في المكتبة. الإمبراطور هيشك، طفلة عندها كل المعلومات، فقالت تقول له الحقيقة، أنا متعددة اللغات يا مولاي. يعني إيه؟ يعني بعرف أتكلم كل لغات العالم. الإمبراطور مش مصدق، بجد كل اللغات؟ أيوة يا بابا. الإمبراطور اتصدم، قلتي إيه؟
أنا مرات ابنك يعني بنتك، تعالي لي لو احتجتي أي حاجة من عينيا، هزورك كتير. وفي المطبخ جهزي أكل كوري، شوربة صويا وبيض بالمشروم جاهزين يا جماعة. الكل اتصدم من شكل الأكل. يلا دوقوا. يا خرابي على الطعامة، انتي عبقرية. دوقوا بس خلي بالكم سخنة. وبعد الأكل اشربوا سانجيونج، ده مشروب كوري تقليدي من الرز المقرمش، حاجة كده تعدل المزاج. سانجيونج رز ومية. دام من إيد أنيا يبقى أكيد يجنن. ونهانا واقف بيتفرج ووشه احمر جدا من الإعجاب. لازم أمسك نفسي. ونهان ده سر الإمبراطور، قال لي أنقذ حياته من الموت زمان، هو ذراعه اليمين، كرس حياته لخدمة إمبراطور، عمره ما فشل في مهمة، بس ريحة الأكل دي خليته حيتجنن. داق أكل ملوك بس عمره ما جاع كده. نفسي في حتة بس. نزل يتسحب للحلة، عايز طبق زي طبق ماما. فتح الغطاء وريقه جري. فجأة الباب اتفتح، استخبى بسرعة. أنيا دخلت واستغربت. إيه ده؟ الحلة مفتوحة لي. أوه قطة، يا ناس على الحلاوة، انتي قالي لي فتحتي الغطاء هجيب لك لبن. القطة بصت للأكل. عايزة سانجيونج. ماشي خدي يا قمر، أكيد تعذبتين الجوع برا. مين اللي يجوع قطة زيك؟ صاحبك ده شرير، لو ملكيش صاحب هرب بيكي. بليك جه بتعملي ايه؟ شوف القطة القمر دي بليك غار، لازم تحضنيها كده، دي كيوت زيي. ده قطة ذكر يا أنية، هي بس تتأكد. القط اتكسف وهرب. يا خسارة تنجري، نفسي أشوفه تاني. بعدين عند الإمبراطور رجعتي ليه بسرعة، مش قلت تعالي في أي وقت؟ ما كنتش فاكر إنك هتيجي دلوقتي. جبت لك سانجيونج، عملته في الحلة الجديدة، دوق كده. الإمبراطور داق، طعمه غريبة بس حلو. ما عجبكش؟ لا تحفة، نفسك في الأكل يجنن. خلاص هعمله لك دايما. أنيا رمت نفسها على السرير. يوم طويل، شربت الشاي مع الإمبراطور وشفت القطة العسل دي. بليك قعد في إيه وعمل نفسه قطة تتجنن. مياو. أنيا اتكسفت. عشان بتحبي القطة هبقى لك قطة، ما تدوريش على حيوان تاني. أنا أرنب، قطة، كلب، أي حاجة، بس خليكي معايا. بليك كان كيوت لدرجة مش معقولة. الكل بيضحك، بس عند ريتشارد إيه التقرير ده؟ مطلوب مكونات أكل شرقي كتير للقصر، كله لأجلك يا أنية. الإمبراطور بيبعت لها هدايا كل يوم. ريتشارد هيتجنن. عملتي إيه يا أنية عشان تخليه يحبك كده؟ أنا حاولت ألفت نظره وفشلت. دلوقتي الأمير والإمبراطور ميتين فيها. البت دي اتغيرت 180 درجة. يا ريتني قبلت حبها زمان، كانت بتجري ورايا. دلوقتي بعد الجواز بقت باردة جدا قاسية. بس كده أنا عايزها أكتر. اللي مش طايله بيبقى نفسي فيه، وبعدين بتدور عليا. يابا الدوق كاسين كان قارف من ريتشارد، رمى حاجة في وشه. انت نايم على ودانك. الإمبراطور لسه باعت لها هدية. دي بقت تدخل وتخرج من القصر كأنه بيتها، وهي تحضر مهرجان الفتحة كمان، أهم حفلة في الإمبراطورية. السفراء هيكونوا هناك. لو الإمبراطور دخل إيده في إيدانية، كله هيعرف إن مكانة أمير بقت في الأمان. طيب والعمل؟ الماركيز قال الحفلة الخاصة، بس ريتشارد رد بمكر. عندي خطة تقلب الترابيزة وتجيبها لصفنا. إيه هي؟ هستغل حبها لي. هي بتموت في أسيان وهتسمع كلامي عمياني. خطة ممتازة. بالليل أنيا جلها كابوس عن أبوها الحقيقي وهو بيزعق لها. ليه رجعتي عشان شوية سخونية؟ أنا أسفة يا بابا، غلطتي. انتي بتدوري على الفلوس وإحنا بنضيع. موتي أحسن.
موتك يكون راحة للعيلة. أسفة يا بابا، سامحني. أنيا كانت بتعيط وهي نايمة، صحيت وعينيها كلها دموع. بليك سألها: أنت كويسة؟ كابوس؟ أيوة، كان كابوس حقيقي. دي مش كوابيس عادية يا جماعة، دي ذكرياتي أنسية الحقيقية. بليك مش عارف يعملوا إيه والقهرة إنها بتتعذب بسببي أنا، كل ده عشان هي جنبي. أنسيا حضنت بليكا بكل حب وقالت له: يا سمو الأمير، خليك جنبي شوية كمان. وفي نفس الوقت الإمبراطور مغرقها هدوم من أشهر المحلات، دلع آخر حاجة. بنتي هتتجنن من الغيرة، وكمان سمعت إنه جاب لها الماضة روبيبين. الكونت في التاني مش مصدق نفسه، كل ده بيحصل من وراه بعدما جوزت البت البيئة دي للأمير الوحش بدل ديانا حبيبة بابا. ما كلمتهاش ولا مرة، بس إزاي واخدتها حب الإمبراطور كده؟ فجأة الشغالة جات تبلغه بمفاجأة: يا كنت، الدوق عايز يقابلك. أهلا أهلا، مين؟ الدوق كاسين، ده كان مطنشني ومش شايفني أصلا طول العمر. لما عرف إن بنتي أنسيا بقت محبوبة الملك بدأ يعمل لي سعر. قال لي: شكلك رايق. قلت له: طبعا بنتي حبيبة القلب، هفرح لي من غيرها. دي بنتي سمعتيا، لو قلت لها ارمي نفسك في النار هتسمع الكلام. الدوق اتصدم وسأل: طيب والصغيرة شاطرة زي أختها كده؟ ما تقارنش ديانا بأنسيا أبدا، ديانا دي فخري. الدوق رد: طيب أنا عايزها لابني. والكنت طار من الفرح. خلاص هبقى حمل الإمبراطور. الدوق قاله بكل ثقة: قبل أي حاجة لازم أشوف تربيتك لأولادك مثالية ولا لا. همتحنك دلوقتي. أنسيا لسه مصدومة من كلام أبوها. لو غلطتي روحي موتي أحسن للعيلة. بجد الواقع أوسخ من روايات بمراحل. أب يقول لبنته كده. أنسيا الغلبانة شافت ذل يخليها ترمي نفسها في المية. أبوها هو القاتل الحقيقي، حتى لو ما ذبحهاش بيده. مليسا دخلت تقول: الكنت وصل يا هانم. أنسيا قالت ببرود: دخليه أوضة الضيوف. وهو قاعد برا هيترقع من الغيظ. لازم أربيها البت دي. مقعداني 55 دقيقة. أول ما الباب فتح زعق بكل جبروت: انتي كنتي بتهبي بإيه كل ده؟ اتصدم لما شافها بقيت برنسيستي ومتغرقة الماض. هي دي أنسيا؟ سألته ببرود. فيه حاجة فيها. يا قليلة الأدب، مش تسلمي على أبوكي؟ شايفة نفسك عشان الملكة بيدعك. هعرفك مقامك. مليسا حاولت تهدي، بس رد عليها بقلة ذوق: انتي مجرد خدامة، ازاي تقاطعيني؟ أنسيا شخطت فيه: ما تغلطش في الناس بتاعتي، لو مش هتحترم نفسك اتفضل برا. رد بغل: ما تفتكريش إن لقبك هيحميكي مني. رفع إيده عشان يضربها، بس هي ثبتته بنظرة وقالت: ما سمعتش اللي حصل للماركيز هميل؟ وشه جاب ألوان. دهت قطعت إيده واتسحب لقبه عشان بس فكر يمدد إيده عليها. أنسيا اتخيرت خالص، ما بقتش البت الضعيفة اللي بتترجى حبه. الكنت لما نفسه بسرعة وقال: يا حبيبتي كنت منفوذ، بس ليه تعاملي بابا بالجفا ده؟ اطلع برة دلوقتي ومعادش توريني وشك هنا تاني. المرة دي هعديها لك، بس لو اتكررت ما فيش رحمة. حاول يتحايل عليها، بس الحرس سحلوه لبرا. أكيد جاي يتمسكن عشان يستغلها تحتني بعدما عرف علاقتها بالملك. بني آدم وسخ، مش عايزة نشوف وشه تاني أبدا. بقى يبعت جوابات كل شوية، بس أنا طبعا برميها في الزبالة. مش ناقصة قرف، ما فيهش وقت للهبل ده. حفلة البلوغ قربت ولازم أجهز نفسي. أصعب حاجة هي الرقص، وبدأت رحلة التعذيب. تعلم الخطوات. ركزي في رجلك اليمين. وفجأة دب لبست في الأرض، كله جري عليها مخضوض.
وهي متغرقة في كسوفها. يا فضيحتي، سيبوني لوحدي أبوس إيدكم. قالت بضحكة مكسوفة: أنا تمام، كفايتي كده النهاردة. وهي ماشية شافت القطة السوداء. إيه ده؟ جيتي تاني يا ليدي، شوفتيني وأنا بترزعي صح؟ القطة بصت لها كأنها بتقول: ابدأي باليمين يا فلحة. أنسيا بيأس: شكلي فقرية في الرقص، هعرف أعملها. القطة مستغربة، فأنسيا قالت لها: عشان شجعتيني هديكي شوية مية رز تشربيهم. كانت مبسوطة لحد ما بليكا جه نادى عليها: انتو بتتمرن سيف؟ بليكا بص للقطة بقرف: هي لسه هنا؟ أنسيا ردت: حب الحيوانات يا جدع. بس بليكا بغيرة تحفل: ليه بتقضي وقت مع ذكور غيري؟ أنا كفاية عليكي. هو فيه حد بيغير من قطة؟ سألها: بتحبي الأرانب؟ طب القطة. أنسيا ضحكت: يا ناس على الطعامة، أنا ما بحبش غير جوزي حبيبي. ضحك بعبط وفرحة: ممكن تساعدني؟ موافق طبعا. يا لهوي على السرعة، مش خايف أطلب حاجة غريبة؟ أي حاجة تعوزها مراتي أنا راشق فيها. قالت له: علمني الرقص، عايزاك تكون شريكي الأول. اتخذ ثانية وبعدين ابتسم من عينيه. فات 10 أيام والحال هو الحال. هدوسوا على رجلك يا مسكين. بليغا رد برومانسية: فداكي دوسي براحتك يا ملك. أنا ملاك؟ أيوة يا قلبي. مدت إيدها: يلا نبدأ. مكسوف: لا طبعا. الرقصة بدأت رومانسية، وفجأة بوم لبست في صوابع رجله. أنا أسفة، أنا فشلة. بليكا شجعها: لا يا حبي، دي أول مرة بس. أنسيا انبهرت: رقصك يجنن، اتعلمت فين؟ رد: كنت براقبك وأنتي بتتمرني. لا كده هو مش عدل، اهدي بس وكله هيبقى تمام. وفعلا رقصهم بقى عالمي لحد ما الليل ليل. خلاص حفظت الحركات بفضلك يا حبيبي، لا تقلقيش، كله هيبقى لوز. هو رد: كله هينبهر بيكي ويتمنى نظرة، وأنا نفسي أكون هنا أشوف اللحظة دي. هستناك لما تكبر وتكون أنت اللي معايا. تاني يوم جه وقت الافتكاسات، وراحت للملكة بأكلة جديدة. بابا حبيبي، خمن عملت لك إيه؟ الملكة بهزار: انتي جريئة قوي، عايزة تغتاليني. أنسيا: ده مش سمو والله. رد: كل المجرمين بيقولوا كده. أكل أول معلقة. إيه النظام؟ تحفة. أنسيا ارتاحت، أصله حب الأكل الحراق زيها. أخيرا لقيت حد شبهي في الشطة. كنت خايفة ما يعجبكش. الملكة رد بحنان: أنا أقدر أرفض حاجة من إيد مرات ابني لو فيها سمها كلها برضه. ده حب مش طبيعي. لا طبعا، بليكا يتقهر لو حصل لك حاجة. الملكة كان مبسوط إنها مش خايفة منه. انتي أمل الدولة كلها يا بنتي، خدي بالك من صحتك عشان الكل. سألته: سمعت إنك ما نمتش طول الليل؟ قالها: ما تقلقيش، وليكي عندي هدية ملكية. مش لازم والله، أنا مغروقة هدايا. الملك صمم: هبني لك بيت زجاجي للزرع. قصر الأمير قديم والجنينة محتاجة شغل يليق بيكي. الشتاء جه وما فيش ولا وردة صاحية. بابا قرر يردم البحيرة اللي وقعت فيها زمان ويبني مكانها صوبة زجاجية تجنن. قلت له: يا بابا مش محتاج تعمل كل ده عشاني، أنا وقعت بس عشاني ما كنتش حافظة المكان. مش هتكرر تاني. بس الإمبراطور كالشر وقال بمنطق الأب: لا طبعا، ما أقدرش أسيب حاجتي خطر على مرات ابني الغالية في مكانها. ضحكت في سري وقلت: يا نهار أبيض، هو البابا بيكبر الموضوع كده هولي؟ رحت حكيت لبلاك إن جلالته هي يردم البحيرة ويعملي بيت زجاجي مخصوص. قالي: بجد؟ ده خبر عسل. أحسن برضه عشان البحيرة دي وقعتك لازم تتردم. سألته: مش هتندم؟ قال: أبدا، ده أنا كنت عاوزا أرمي فيها طوبا كمان. بعد طالع لأبوه تبيكال: البحيرة ذنبها إيه بس؟ قال: المكان هيبقى واسع أوي.
عاوزة تزرعي فيه إيه؟ كرنب مثلا. قلت بمفاجأة: كرنب مرة واحدة. ده خضار شرقي بنعمل منه كيمتشي، أكلتي المفضلة. قلت: مش دلوقتي خالص يا بطل، لما تكبر يا حبيبي. قال لي: أنا كبرت خلاص. قرصت خده: يا ناس على الطعام. سألته عن ورد بيحبه. قال لي بنظرة حب: هزرع ورد أحمر لعيونك يا أنسية. الورد يعني الحب والخطوبة. يا ترى ينفع آخد ورد من بلاك؟ وبعدين جه اليوم الموعود، يوم الحفلة الملكية. بلاك قام خضخض عينه وبيسألني ببراءة: أنسيا ماشية دلوقتي؟ قلت: أيوه يا مولاي، مش هتأخر. قال لي: بالتوفيق يا قمر. ضحكته دي دايما بتخطف قلبي، مع إني الوحيدة اللي بتدلع وبحضر الحفلات. بيضحك لي وكأن فرحتي هي فرحته بالضبط. وبعدين الشغالات بدأوا مهمة التجهيز. طلعت عروسة تجنن بعد 7749 خطوة مكياج وتسريح. تسلم إيديكم، تعبتكم معايا معلش. ردوا: ده شرف لينا يا سمو الأميرة، أنت هتاكي الجو الليلة دي. حتى الإمبراطوري لما شافني اتصدم من كتر الجمال. إيه حلاوته دي؟ قلت له: وأنت يا بابا طالع شيك قوي. طبعا بثبته، بس هو فرح قوي وقال: بجد؟ طيب يلا بينا يا أميرة دلوقتي. مسك إيدي ودخلنا. المنادي صرخ: جلالة الملكة وصل، سمو الأميرة وصلت. الكل بدأ يحني راسه ويحيينا: أهلا بيا شمس الإمبراطورية ونور أملنا كله. فجأة شفت ريتشارد كان بيبص لي وبيضحك خبث. قلت في نفسي: يا ده مستفز قوي، لو عاوز يلفت نظري يبقى كيوت زي بلاك بتاعي على الأقل. الإمبراطور حس إني متضايقة، سألني: في إيه يا بنتي؟ لحقت الموقف وقلت بدلع: أبدا يابا، أنت أحلى وأوسم راجل هنا أصلا. ضحك من قلبه وقال: يا بنت اللعيبة، والناس حوالينا هيموتوا من الحشرية. شوفتوا الملكة بيضحك؟ ده ما بيحصلش أبدا. إيه اللي حصل ده؟ نتفاجئ، هو كان بعبعي قبل كده ولا إيه؟ وبس الضحك خلص المكان قلب جد. هيبة ملكة بجد. الإمبراطور بدأ يتكلم وبدأت المراسم الرسمية. خطب في الناس وبدأ يشكر رب النور. وقلت في سري: أكيد هيطلب مني أرقص بعد شوية، بس أنا نفسي الرقصة الأولى تبقى مع بلاك، شكلي طفلي قوي. كمل كلامه: كنت ناوي أرقص مع مرات ابن السكرة. يا خراشي على الذوق والرقي يا ناس. أول ما قعد ناداني: أكيد أنت عاوزة تكوني الرقصة الأولى مع بلاك؟ صح. اتكسفت وقلت: أيوه فهمتني. قال: تمام، هستنى دوري بعدين. استمتعي بقى. شكرا يا جلالة الملك. طبطب على راسي وقال: أنا اللي لازم أشكرك. إيده كانت دافية قوي وحسيت بحنان مش طبيعي خالص. الناس عينيها هتطلع. شوفتوا الطبطبة؟ ضحك لها مرات ابن الحلوة: هو الإمبراطور تين جراله إيه يا جماعة؟ كل ده تغيير حتى لو ما رقصتيش؟ دي أول حفلة ليكي كأميرة، عيشي جوك. وبس نزلت الكل بقى يجاملني: جمالك دهجة للإمبراطورية كلها يا مولاتي. أهلا سيادة المركز أسرون، سمعت ابنك بقى نائب قائد الفرسان. مبروك. وبعدين سلمت على الكونت مارسون. عرفت إنك شفت مرات ابنك أخيرا. في الحفلات دي لازم تاخد بالك من كل كلمة، والأهم تحفظ أسامي الكبارات كلهم. لو كنت بذاكر كده زمانا كنت دخلت جامعة هارفارد. ولا حفظ الأسامي ده ألف بي لأي أمير وأميرة عاوزين يثبتوا وجودهم في المجتمع الملكي ده. النهاردة كانت ليلتي، لفيت على الكل بوحديش ساعدني. كلهم عرفوا مين هي أنسية. وفجأة عيني جت على أبويا المنفوخ مع بنت صغيرة
أكيد دي ديانا. وأنا واقفة رخم الموسم ريتشارد جه وقال: سمو الأميرة وحشتينا، حليوتي أوي عن زمان، تسمحي لي بالرقصة الأولى معك؟ نعم يا خوية. قلت في نفسي: الواد ده عبيط ولا بيستعبط، هو بيتكلم جد بعد كل اللي عمله. المفروض الرقصة الأولى لجوزي، الناس كلها فهمت كده ومحدش عزمني تقديرا للمقام إلا البجح ده. رحت مربعت إيدي وقلت: شكرا، بس مش هينفع. قال لي بثقة غريبة: ما تتكسفيش، لو ما بتعرفيش ترقصي أنا هعلمك. المسطول ده فاكر الملكة ما رقصش معايا عشان أنا خيبة في الرقص. رديت عليه بقصف جبهة: ما برقصش مع حد أقل وسامة من جوز الأمير. الواد وشه جاب ألوان واتصدم من ردي القوي. محدش يملع عيني غير، ولو كنت هستنى حد زيه فأنا مستعدة مرقصش طول حياتي. الإمبراطور تيني فضل في نظري للأحسن طبعا. الكلام جه على الجرح وهز كرامته في الأرض. مشي وهو بيولع من الغل والقهر، فاكرني هتهزو بكلامه الرخم. خرجت البلكونة آخذ نفسي من الزحمة، وحشني بلاياك قوي. يا ترى الأرنب القلبوظ بتاعي بيعمل إيه دلوقتي؟ مش هي عيط عشاني بعيدة عنه صح؟ فجأة سمعت خبطة على الباب. ممكن أدخل؟ صوت بنوتة. الغريب إن الناس بتحترم الخصوصية. شكل البلكونات التانية زحمة خالص. ادخلي. السارة اتشالت وطلعت ديانا. يا أنتي زي ملاك النهاردة، مش بس حلوة، ده أنتي تخطفي العين بجد. تسلمي يا حبيبتي. كنت فرحانة إنها مبسوطة. ديانا طول عمرها بتموت في أنسيا، بس أبوهم الكونت هو اللي فرق بينهم بتصرفاته البايخة. كل ما ديانا تحاول تقرب مني أبويا يضربني أنا. الموضوع زاد عن حده لحد ما أنسيا قررت تبعد عنها خالص عشان تحمي نفسها. ديانا فضلت حاسة بالذنب وموت أختها كسرها. سابت البيت أول ما كبرت وهي فاكرة إن كل المصايب اللي حصلت كانت سببها هي. راحت اشتغلت خدامة عند بلاك المنبوذ بس عشان تكفر عن غلطها وتحاول تصلح اللي انكسر في الماضي. بس المرة دي الخطة تتغيرت. أنا منتش. ديانا طبعا ما تعرفش الحقيقة ورجعت تجاملني تاني. كنتي بطلة وأنتي بتحيي الناس النهاردة. تسلم إيدك. طمني عليكي، سمعت إنك وقعتي في المي. لا أنا تمام، مع إن أنسيا الحقيقية اختفت. ديانا طلعت علبة وتقول لها: خدي دي. إيه دي كمادات سحرية بتدفي معمولة من حجر المانا. الكمادات دي هتخلي جسمك دافي على طول. ما لحقتش أديها لك بدري، بس الشتاء خلاص ما تقلقيش يا روحي، أنا خفيت تماما وما تشيليش هم بابا خالص. أنا اشتريتها بتحويشتي من ورا بابا، لازم تقبليها مني. شكرا يا حبيبتي، هستعملها أكيد. ديانا عينيها دمعت. مش مستحملة الحنية، ما تعيطيش على حاجتي بسيطة كده. أنا فرحانة إن هديتي عجبتي. امسحي دموعك يا قمر. تسلمي، بس ممكن أستعمل منديلي؟ يا خراشي يا أنسية، حتى منديلك شكله يجنن. هو ولي العهد إلى اللي إداهولك. أيوة، شكله بيحبك قوي. ضحكتها طالعة من القلب. ديانا في الحقيقة أكيت وأجمل 100 مرة عن الرواية. أخيرا رجعت القصر وبليك جري عليها حضنها بقوة. أنسيا أنا جيت. نورت يا مولاي. طيب قوليلي شكلي عامل إيه؟ طالع زي القمر. ردت على كلامه بضحكة رقيقة. دخلت أوضتها وأخيرا خدت نفسها. بليك سألها: كنتي مبسوطة النهاردة؟ كنت متوترة شوية، بس الحفلة كانت لذيذة. أنتي رقصتي صح. الإمبراطور بيرقص حلو قوي مش كده؟ لأني عاوزتي أول رقصتي لي تكون معاك أنت، وجللته فهم ده واحترم رغبتي. كان لازم ترقصي معاه. أنا ما أقدرش أروح الأماكن دي.
ليه بتقول كده؟ مسكت إيده بحنان. قلت لك 100 مرة هاتي خفة يا بليك. وفي سرها قالت: أنا لقيت إلي لي هاتفك لعنتك. ديانا فعلا بنت زي النسمة. يا سمو الأمير، أوعدني بس. أوعدك بإيه؟ إنك بعد ما لعنتك تتفك ترقص معايا أول رقصة. طبعا يا روحي، هو أنا لي مين غيرك أرقص معاه؟ أنسية، أنا خايف. ما تقلقيش، اللعنة هتروح. مش خايف من اللعنة، أنا خايف تسيبيني، خايف تمشي في يوم من غير ما تقولي أنسية. بوس إيدك، ما تسيبينيش، أنا ماليش غيرك، هعمل أي حاجة تطلبيها، بس خليكي جنبي. حضنت بليكة وقالت له: ما تعيطيش يا بليك، أرجوك اوعديني إنك مش هتبعدي عني أبدا. الكذبة صعبة بس كان لازم أوعده. بليكة مصمم: اوعديني ما تسيبينيش. بصت له بحزن وقالت: عمري ما هسيبك. وعدته وأنا قلبي مقسوم، وعدته وأنا بحضر نفسي للفراق. كان نفسي أطمنه بس بليكة مجروحة من كتر ما حاولت تنتحر قبل كده. هسيبه لديانا زي الرواية. هي قاللي هتفك اللعنة بحبها. لو ريتشارد حاول يخدع ديانا، أنا همشي بعدما أفشل خطته. بس المشكلة إن بليكة شكله بيحبني أكتر ما كنت متخيلة. الحوار كده بقى صعب قوي. خلاص أنا ههتم بيهم ولازم يتقابلوا قريب. سمو الأمير، النهاردة أختي هتيجي تزورنا. عارف يا حبيبتي، هي جهزت كل حاجة واشترت طقم جديد. كانت متوترة ليكون خايف يقابل حبه الأول. أنت قلقان شوية. لو مرات أخوكي كرهتني أعمل إيه؟ يعني هو مش قلقان من حبه الأول، هو قلقان من أختي. ما تخافش، كل حاجة هتبقى تمام. يمكن بيتكلم بذوق بس قدامي. المقابلة دي كان لازم تحصل بدري أحسن. العربية وقفت قدام القصر. ديانا نزلت جري وحضنت أنسيا وهي بتنادي: يا أبلة. أنسيا كانت طايرة من الفرح. ما تعرفيش كنت مشتاقة لك قد إيه، كأني في حلم. ما نمتش طول الليل. يا روحي أنت زي القمر النهاردة، بيحلوي كده إزاي. ديانا زي الشاو الشقية. يا ديانا سلمي على الأمير الأول. اتخطت وحيته بأدب. أهلا يا سمو الأمير، نورتي يا أنستي فيزيان. شكرا على الدعوة يا مولاي. أنسيا شافتهم وقالت في سرها: لاقين على بعض أكثر ما توقع. لا مؤاخذة يا ديانا، هروح أقابل الإمبراطور ثواني. سمو الأمير، ممكن تفسح ديانا في القصر؟ أكيد، في عيني. أنسيا سابتهم ومشيت عشان تديهم فرصة. وهي بتقرأ كتاب كانت بتفكر يا ترى بيعملوا إيه دلوقتي. ليك الملعون وديانا صاحبة قوة الضوء، هل يا ترى هيحبوا بعض زي ما مكتوب في القدر؟ مش مهم إني أختها، الحكاية كلها سياسة وإحنا لسه صغيرين. الجوازة دي ممكن تتلغي في أي وقت لأنها مش رسمية أصلا في العالم ده. عادي جدا لو الجواز السياسي فشل يبدل العروسة بأختها. الموضوع عندهم مصلحة عيال مش مشاعر أشخاص. دي تقاليد معروفة عندهم. بس مع كل ده، لو بليكة طلب يطلقني عشان وحدة تانية هتضايق قوي بعد كل الكلام الحلو والغنى ده. يا بت يا أنسيا، كبري عقلك، ما تفكريش زي العيال الصغيرة. ليك لازم يكون مع ديانا، ده الأحسن ليه. بس هل ديانا فعلا هي الوحيدة اللي تقدر تساعده؟ طب ما أنا ممكن أتعلم سحر الضوء. يا ترى قربوا من بعض ولا لا؟ قربت من الأوضة وسمعت صوت عالي: لا اللي دماغه ناشفة. ده صوت بليكة وديانا؟ ايه ده؟ أنا قلت هيقاه في حب بعض، أمال ليه بيخنقوا بعض كده. دخلت وقالت: في إيه يا جماعة؟ أبليك بسلها.
الحقيني يا أنسية، أختك عمالة تقول كلام فارغ. أنت إلي بتهيس، اهدوا كده وفهموني إيه اللي حصل في الساعتين دول. كملوا خناق. أنا بحبها أكتر. أنسية هي أكتر وحدة بحبها في العالم، دي أختي ودمي، أنا بحبها أكتر. أنسية مراتي وأنا بعشقها. أنسية وقفت مصدومة، مش عارفة تسكتهم إزاي، هم الصغيرين بيتخانقوا على كده. بطل الرواية والبطلة بيتخانقوا على حبي أنا. ليك مصمم؟ أنا بحبها بقالي 8 سنين، الوقت مش مقياس، أنا بعشقها. أنسية ضحكت من قلبها. عدى 2 وبليك دخل المطبخ، حضن أنسية من ظهرها. يا محلى ريحة الشوربة، لسه هي بتحبي الشوربة دي زي أول مرة. طبعا دي من إيد مراتي حبيبتي. يلا كله بسرعة عشان تلحق تمرين السيف في الملعب. رجع يتخانقوا مع ديانا، محدش بيحب أنسية أكتر مني. مين ده؟ أنا أكيد. أنتي بتقلي من صلة الدم اللي بينا. أنسية بتضحك بيأس. 2 ولسه بيتخانقوا. إحنا متجوزين يا بنتي، أنتي حتى ما بستيهاش مرة. أبليك وشه أحمر واتكسف. خلاص جوزها يعيط. آسيا جري تنقذ الموقف. يلا يا شباب على التمرين. أبليك رد بحب، حاضر يا عيوني. ديانا بصت لهم بغيرة وحقد كيوت. يلا يا مولاي نشوف مين هيوصل الملعب الأول. لا دخش، أنت بدأت قبلي، استنى هات من الأول. أعيد لي. أنت يلي رد فعلك بطيء. سمو الأمير، أنت جبان، ما بيبطلوش مناقرة. ميليسا بتضحك، شكل علاقتهم زي الفل النهاردة. ميليسا، تفتكري هم صحاب زي الأرنب والكلب الصغير؟ أيوة يا هانم، واضح إنهم صحاب جدا. صحاب بس؟ ممكن الصداقة تقلب حب. أنا ارتحت كده، خلاص أنا قررت أكون صريحة مع مشاعري. عاوزة أفضل مع بليك الأرنب الكيوت وحماية الطيب وأختي الشقية. نفسي نعيش كلنا سوا. الوقت معهم غالي على قلبي قوي، بس لازم ما سيبش الطمع يعميني. كل السعادة دي ممكن تتهد لو اللعنة ما تفكتش. كل حاجة هتتكسر بتحت. لو بليك كبر ولسه ما لقيتش حل للعنة، همشي وأسيبه. بس لحد الوقت ده أنا متأكدة إنها هتتفك. ميليسا راحت للأمير والملك. يا سمو الأميرة، قدمت الاقتراح لجلالته، لعنته هتتشال. إلي من نسل عيلة ليبيلان، هو إلي هيفك اللعنة. لما الشخص ده يكبر، قوة الضوء هتكبر معه. لما الاتنين يعترفوا لبعض، اللعنة هتختفي. بس شكل الملك مش مصدق. أنسيا رجعت وسألت بليك، يا سيدي لو قابلت وريثة قوة النور هتتجوزها؟ أنسيا قلت لك مش عاوز غيرك. مسك إيدها وقال إنه مستعد ينسى اللعنة كلها بس يفضل جنبها. يا خراشي على الرومانسية والثبات الانفعالي. بليك كان قراره نهائي، هو مش شايف غير أنسيا. مرت 2 والقصر تغير تماما. عملوا صوبة زجاجية بدل البحيرة، والجنينة بقت تحفة. بنى صالة تدريب ومزرعة صغيرة كمان. رغم إن القصر كان هادي، بس بقى فيه روح جديدة، والموظفين كلهم بقوا فدائيين ليهم. وأنسيا بقت أهم ست في الإمبراطورية، والملك تينسون ما فكرش يتجوزه تاني. أدلها مكتب خاص في الدور الثالث عنده. بقت هي اللي ماشية الدنيا. كله كان محسود على دلع حماها ليها. بس المكتب ده ما كانش مجرد مكتب شغل خالص، كان فيه مواضيع كبيرة مستخبية. الدنيا كانت مليانة كتب قديمة عن السحر واللعنات. أنسيا كانت شغالة سرا عشان تشيل اللعنة عن بليك. عرفت إن البلد دي كان اسمها كان زمان، بس فيليب دمرها وأسس إمبراطورية أستيريك. اللغة القديمة ضاعت، وحتى الكهنة مش عارفين يفكوا شفرتها. مأساة حقيقية. ريتشارد الخبيث استغل النقطة دي وخدع الملك بسحر أسود. كان بيضحك على الناس ويقول ليهم
إنه عنده سحر ينقله لأي حد. تينسون اتغفل وكان هيموت بدل بليك في القصة الأصلية. أنسيا حلفت تمنع ده. ريتشارد والكنتوا كاسين هادين دلوقتي، بس ده هدوء ما قبل العاصفة. أنسيا قررت تخبي سر إنها بتعرف تقرأ اللغات كلها. لو ريتشارد عرف هيغير خطته السوداء. لازم تفضل هي اللي ماسكة زمام الأمور. فجأة الباب اتفتح وأنسيا وشها جاب ألوان. طلع الملك داخل بيبتسم. قالت له بدلع: يا بابا، شكلك مبسوط النهاردة. بس كانت بتتشاقى عليه. قالت له: أنا بتكلم جد. الناس بيقولوا إنك كنت فارس أحلام كل بنات الإمبراطورية. هو اتحرج وقال: مين اللي بيقول الكلام الفاضي ده؟ ما تصدقيش. مع إن شكله بيخوف، بس هو طيب وبيتكسف جدا. أنسيا بقت خبرة في نكش الملك. سألها: بتتفرجي على اللوحة؟ قالت له: أيوة، جيت اتفرج معايا. جيت أشوفك أنتي. الملك بيحبها كأنها بنته بالضبط. كلامه كان كله حنية وإخلاص. أنسيا حست بده وقررت تخلص بليك من اللعنة بأسرع وقت. الملك طلب منها ترتاح وما تضغطش على نفسها، بس هي مصممة. قالت له: أنا مبسوطة باللي بعمله، واللي بيحب حاجة ما بيتحبش منها. ردت له الاشتغالة: أنت اللي لازم ترتاح، شكلك ما نمتش طول الليل. لو فضلت كده هتحصل مشكلة كبيرة. هي بتخاف عليه جدا. قالها: بقيتي نقاقة قوي. بس هو بيحب اهتمامها. وفي ساحة التدريب بليك وديانا كانوا نازلين طحن بسيوف خشب. ديانا زقت بليك وهو قاوم وزقها لحد ما الاتنين وقعوا على الأرض مفرهدين. ديانا قالت له: يا سيدي، ليه ما بتتكلمش وأنت بتلعب؟ هي الشفقة نقحت عليك عشان أنا بنت. بليك رد: عشان أنت أخت مراتي. ديانا تعصبت: أنا منافسي، لو ضربت كمان ضربة كنت هتكسب. قالت له: ده أنت جوز أختي، أعورك إزاي؟ سألها: ليه عاوزة تبقى فارسة؟ قالت له: عشان أبقى قوية وأحمي أنسيا. هي ملها كده وحظها قليل. بليك اتأثر وقال: أنسيا محظوظة بي، أنا ما قدرتش أعملها حاجة. ديانا اتصدمت وقالت له: إيه الهبل ده؟ ما تقولش كده تاني. مين قالك هتموت؟ عاوز أختي تبقى أرملة وهي لسه صغيرة. بليك اتخذ وديانا كملت: أنت عارف هي بتحبك قد إيه؟ ما تكسرش قلبها. لعنتها هتتفك، يعني هتتفك. لو قلت كلام كده تاني مش هسيبك، حتى لو كنت ولي عهد. لازم نحميها سوا. ديانا كلامها كان زي السيف. بليك وافق باستسلام، والاتنين تعاهدوا كفرسان. بالليل آسيا قعدت تتأمل بليك وهي بتبتسم وهو نايم زي الملايكة، رغم إن اللعنة لسه موجودة بعد سنتين. بس بليك شكله مرتاح. آنسيا حست بالفخر إنها جنبه. نوم العافية يا حبيبي، شكلك تعبت قوي النهاردة. لمست شعره. فجأة فتح عينه. اتخضت وقالت: أنا صحيتك. قالها بحب: لا يا آنسيا، أنا مبسوط إنك جنبي. إيدك دافية قوي. لما بتكوني معايا بحلم أحلام حلوة. سألته لو كان بيحلم بكوابيس. قال لها: أيوة، حاجات تخوف، بس بنساها أول ما أصحى. بس بيفضل جوايا وجع وزعل. قالت له: أي حاجة تحصل قولي، أنا معاك. بليك بص لها بعيون مليانة نوم. كان لازم يرتاح عشان تدريبي بكرة. أنسيا طبطبت عليه: نام يا كتكوتي. بليك فتح عينه واتقمص: أنا مش كتكوت، بس هي شايفاه أكيد كتكوت في الدنيا. وشه قلب خالص. أنسيا ضحكت في سرها. العيال الصغيرة ما بتحبش الدلع ده، مع إنه منتشر قوي هنا. وقالت له: خلاص نام يا جوزي يا صغنون. اعترض تاني وقال إنه مش صغير. أنسيا كانت بتتملس عليه، بس مش عاوزة تنفخه قوي. بليك قعد يبرطم وهي مش فاهمة ليه قلب مزاجه كده. ثاني يوم
بليك راح يقيس طوله على الشجرة. طلع أطول شوية. استني علي يا أنسيا، هكبر وأبقى أطول منك بكتير. جت أنسيا تنادي عليه عشان يفطروا. لا يا أنسيا، مش عاوز آكل. سألته لو تعبان، رد بزعل: باكل كتير وما بطولش. قالت له: ما هو لازم تاكل عشان تطول يا ذكي؟ بس هو كان يئس خالص. أنسيا استغربت اهتمامه بالطول، مع إن في الرواية بليك ما كانش قصير، كان أقصر من ريتشارد بحاجة بسيطة. وريتشارد كان طوله 1.80 متر. بليك كان لسه بيقدر. يا سيدي، أنا طبخت بنفسي، مش هتاكل. عيون بليك لمعت لما عرف إنها اللي طبخت. خلاص يلا بينا. مسك إيدها وجري. كان لسه هو طفل في تصرفاته. في الوقت ده ديانا كانت بتتدرب بغل. حست إنها لسه محتاجة شغل كتير على إيدها الشمال. إيدن قالها تركز أكتر. فجأة الباب اتفتح ودخل الكونت فيوا. ديانا اتخضت. بابا سألها بقرف: بتعملي إيه؟ خبت السيف ورا ظهرها بسرعة. شد إيدها والسيف وقع. إيه ده؟ قلت لك 100 مرة ما تلمسيش الخشب ده. لو اتعورتي هعمل إيه؟ الكونت كان شايل من أنسيا اللي مطنشاه. أنسيا خلته فيكسة قدام النبلاء. افتكر كلام الكونت كاسين عن تربية عياله. لازم أثبت نفسي عن طريق ديانا دلوقتي. لو ديانا اتجوزت ابني كاسين هرجع كبير تاني. زعق لديانا: مش عاوزة تبقي هانم محترمة ليه. قوليلي إيه اللي بيحصل في قصر ولي العهد، ويا ريت ما تخبيش عني حاجة. ديانا كانت مرعوبة، مش فاهمة اللي عاوز يعرف أسرارهم. وفي قصر بليك الأكل كان جاهز للسهرة. بليك مصدوم. دي شوربة منبت مش وحوش يا بطل. بذور من الشرق بتكبر وتطول بسرعة. شوفتوا إزاي؟ كلها هتطول. بليك صدق وبلعها بحماس علشان يكبر. طعمها غريب بس بلعها. بجد البراءة قتالة. ذاق الشوربة وعينوه لمعت. طعمها جامد وكلها فوائد. ديانا سمعتهم وقلبها مكسور. أبوها التوكسيك بيلعن البلورة. البلورة اتكسرت والأب الجشع بس هموه مصلحته واللعنة. بيهين بنتها وبيقول لها إنها مش حلوة ولا ذكية. بيجبرها ترمي السيف هدية أختها الغالية. يا قسوته، هي تريق على إيديها. مين هي تجوز وحدة إيديها مش نعمة. ديانا فهمت لؤمه. قالت: أنا مش سلعة، أنا هبقى فارسة يا فقيرة. الأب مصدوم وشايف الشغل ده للعامة. نفسها تبقى زي القائدة، بس أبوها شايفها عجوزة كركوبة. ضربها بالقلم. كل ده علشان عايزة تحمي أختها أنسيا. رجعت القصر مقهورة، وكلام أبوها السم بيلاحقها في كل حتة. تهديد بالجواز من فقير. ديانا محتارة تحكي لأنسيا ولا لا. قررت تخبي، مش عايزة تزود هم أختها أبدا. أنسيا لاحظت حزن ديانا وسط التلج. البنت مطفية خالص. ديانا حاولت تضحك وتلعب بالتلج. تمثيل مكشوف. بليك غرقوه تلج وبقى شكله زي رجل التلج بالضبط. لحظات حلوة، بس أنسيا بتراقبه وبتفتكر ذكريات قديمة. الخادمة بتعزمها تلعب، بس أنسيا مش غاوية تعب وبرد. أنسيا شايفة التلج مجهود، مش مصدقة إنها عقلية كبيرة. في الآخر ما قدرتش تقاوم وانضمت لفريق ديانا. لعب وضح. أنسيا خايفة عليها من البرد، بس ديانا عنيدة وبتقول أنا تمام. وش ديانا مورم. أنسيا قفشتها: احكي لي الحقيقة حالا. ديانا انهارت وعيطت في حضن أختها. الوجع كان كبير قوي. كانت خايفة أختها تكرهها. يا حبيبتي، أنت ما عملتيش حاجة غلط. أنسيا بتحب ديانا جدا ومصممة تعوضها عن كل اللي شافته. طمنتها إن ما حدش زعلان منها، والأب التوكسيك ده حسابه بعدين. أب زبالة بجد.
في اللحظة دي بليك دخل وشاف الحزن. ديانا نامت وبليكا طمني أنسيا، مش ذنبك، بطلي لوم في نفسك. الأب البايخ جح وعايز يدخل. أنا حمل أمير يا جدعان. الحرس منعوه بأمر بليك. الأب اتصدم، المنبوذ هو اللي يمنعني. بيغلط في الحرس وشايف نفسه، بس الحرس وقفوا له راجل لراجل. بليك قابله في الصوبة ببرود وهيبة. الوضع تغير خالص. الأب مترعب من نظرات بليك، ركبه بتخبط في بعض من الخوف. البليك حسمها، ديانا هتعيش هنا ومش هترجع لك تاني. الأب بدأ يألف قصص ويقول دي بنت كذابة ومفترية، لبسها تهمة كبيرة. بليك سأله، يعني كنت بتغلط في أختها كمان؟ يبرر قسوته، إنها تربية. بجد أعظم جايزة في التمثيل للمعفن ده سوء تفاهم. طبعا كله سوء تفاهم، بس يا ريت تصالحني على بناتي. وبص بقى من غير زوقان، وقتك بيخلص يا سمو الأمير. لما تمشي مين هيفضل جنب أنسيا؟ انت بتقوله تحبها، بس ده عشان هي مراتك وبس. لو فعلا خايف على مصلحتها سلم السلطة لعيلتي في آسيان وخليك جدع. كمان بنتي لو كملت معاملتها الزفتية برستيجها هيقع والناس هتحتقرها. لازم ترجع لحضني. بلاك رد بقرف، أنا مش هموت. كلام زي السم صدم الأب. هو معقول؟ لاقى حل للعنة. بلاك حلف لأنسيا إنه مش هيسيبها. الأب نفخ بضيق. لازم تعرف الحقيقة، بنتي مش هترجع للبيت ده لو حصل. هتروح فين يعني لو مرجعتش؟ الأب كان بيتريق في سره على الوحش اللي عامل فيها أمير. بلاك كأنه قرأ أفكاره، مستغرب ليه إن وحش زي عنده كبرياء. الراجل ترعب، يا نهار أبيض، هو بيقرن دماغي ولا بلاك كمل ببرود، شكلك مهتم قوي بلعنتي يا حاج. التاني لفلف في الكلام، لا طبعا مش قصدي. طيب أكيد سمعت الإشاعة. بلاك قرب منه ولمسه، بيقولوا لعنة الرب دي معدية وبتتنقل لليبي بيمسني. الراجل جسمه نفض من الرعب، دي إشاعات فرغة، بس في سره كان بيتقطع. الواد ده قوي كده ليه؟ أنا حاسس إني بتشفت جوه دوامة، وطلعت مش مجرد إشاعة. نور مرعب طلع من إيديهم، والباشا قعد يصوت في الأرض من الوجع. نفس علامات لعنة بلاك بقت على إيده. بلاك نطق بكل قساوة، ابعد عن أنسيا تماما، اغور من وشي وما شوفش شعرة منك تاني، بره. بلاك سابه ومشي. تاني يوم الصبح أنسيا اطمنت على ديانا وراحت لريتشارد اللي كان مترقحة في السرير، وأول ما شافها وشه نور. أنسيا، مال وشك مخطوف كده؟ ما نمتيش طول الليل؟ ردت بملل، لا عادي، بس هو قفشها باين عليك التعب. وفجأة بلاك طلع وردة حمراء تجنن وتخطف القلب. ديلك يا قمر، لقيتها في الصوبة وقلت لازم تكون لأنسيا. لسه بيمد إيده تخدها، راح واقع طوله في الأرض. يا لهوي، جرى لك رد بدوخة، أنا تمام شوية زغاليل بس. جيت عنده الدكتور، مسك إيدي، خليكي جنبي بس، مش عايز حاجة تاني. قلبي وجعني وقلت له حاضر، ونمنا إحنا الاتنين وإيدينا في إيد بعض طول اليوم. أول ما صحيت حسيت بوجع غريب وكأني كنت في كابوس مرعب، بس مش فكرة منه أي حاجة. سمعت صوت بينادي أنسيا، فتحت عيني لقيت بلاك بيبتسم لي. نمت كويس، رد زي الفل. قلت له حرارتك نزلت، بس ليه وشك محمر كده؟ رد بكسوف، عشان بس بتلمسي وشي. يا خراشي على الطعامة. مسك ذراعي برقة، ضحكت وقلت له فكرتك مش بتحب التلامس. رد بخبث، أنا عمري ما قلت مش بحب لمستك. شكل جوزي بدأ يتلئم ويشغل دماغه. بعد كده الإمبراطور نفر بوس لجزيرة مقطوعة في آخر الدنيا، قال رايح يحرسها، بس في الحقيقة
ده نفي وتأديب لكل اللي عمله. طلعت إشاعات إنه اتجنن، ممكن بيمثل عشان يرجع، بس الملك مش هيغير رأيه أبداً. أخيراً أخذ جزاؤه اللي يستاهله. ديانا فضلت قاعدة عندنا في القصر بتذاكري امتحانات الأكاديمية. دخلت عليها: ارحمي نفسك شوية، تعالي اشربي شاي وقولي حاجة ترم من عدمك، انتي بختك حلو بيا. ديانا كانت بتموت نفسها مذاكرة، بس طمنتها ده لسه مبادئ وممكن تمتحني السنة الجاية لو مش جاهزة. رفضت وقالت: مستحيل عيال أصغر مني يقولوا لي يا زميلتي. دماغها ناشفة ومصممة تنجح بمجهودها من غير واسطة. بجد بنتي دي بطلة. وفعلا ديانا اندست وبذلت مجهود جبار. وقلت لها: بالتوفيق يا حبي. والوقت مر ونتيجتها طلعت 9 على الدفعة. مبروك يا روحي. لقيتها متضايقة. قلت لها: ده مركز ممتاز. قالت لي: أنا مصدومة إني شاطرة كده، بس زعلانة عشان هبعد عنك وأنا في الأكاديمية. طيب إيه رأيك نفكس المذاكرة وتفضلي معايا طول العمر؟ قالت: مقدرش، لازم أكون فارسة. استنيني 6 سنين بس. 6 سنين؟ يا ترى وقتها هكون فكيت لعنة بلا ولا همشي وأسيب كل حاجة؟ وعدتها إني هستناها. وجه عيد رأس السنة، والسنة دي في الرواية الملك بيقع في فخ ريتشارد وبيموت. بس طبعا أنا مش هسمح بده أبدا. الملك مسك إيدي وقال: يلا بينا يا بنتي. ودخلنا الحفلة والحرس صوت. وصل شمس الإمبراطورية وزوجته ولي العهد. الدنيا كانت رقصة وهيصة. وفجأة طلع لي ريتشارد: طالع زي القمر النهاردة، مش هترقصي بقى؟ بصيت بعيد وقلت: لا شكرا. زحك شو وقال: من غير تدريب مش هتتحسني. رديت: قلقك مالوش لازمة. ديانا دخلت في الكلام: أختي رقصها يجنن. هو اتفاجئ: إيه ده؟ بتتدربي لي وحدك؟ طلعتي كيوت وبتعملي حاجات لطيفة أهو. ديانا شخطت فيه: أختي مش بتتدرب عشان تعجبك. ومسكت إيدي ومشينا وسبناه يتحرق. ريتشارد كان هيطرقع من الغيظ. وبعد شوية ديانا قالت: رجلي تفرتكت، مش هلبس الصرمة دي تاني. فعلا في الرواية كانت رقيقة، بس دلوقتي شخصيتها تعجبني أكتر. سألتها: إيه رأيك في ريتشارد؟ قالت: بني آدم رخم وبيفصلني. كانت هتشتم بس لحقت نفسها. أنا بقرف منه. الحمد لله طلعت مش طايقة ومش هيقدر يثبتها زي الرواية. إده أنا اطمنت. سألتني: وأنت؟ قلت لها: أنا كمان مش طايقة. كنت واقفة في البلكونة وبقول: الجو تحفة، بس ليه الناس كده كتير لحد نص الليل. رجعت يا بابا. الملك قال: لو تعبتي روحي نامي. قلت له: عايزة أسهر معك. ضحك وقال: بطلي كدب، تعالي معايا. ووقفنا في مكان كاشف القصر كله، منظر يخدف العقل. الملك قال: بلاك كان بيموت في الأوضة دي وبيستخبى فيها. قلت له: يا بابا تيجي تزورنا في قصر أموريا بمناسبة السنة الجديدة؟ بلاك هيفرح قوي لو جيت. الملك كان خايف يأذيه بلعنته، بس طمنته: أنا هفك اللعنة دي، وطول ما انت طيب محدش هيقدر يمس ولي العهد. وقلت له تاني: ما فيش سحر اسود بينقل اللعنة من حد لتاني. كل ده كلام فارغ ومتصدقش أي حد يقول لك كده. خلي بالك من عيلة كاسين وبالذات ريتشارد. ضحك وقال: انت خايفة علي من قطة صغيرة؟ طبعا هو مش جايب خبر المصيبة، بس في الرواية كانوا فيه سبب خلاه يقع في الفخ. ملاك حالته ساءت جدا وبوابة الظلام اتفتحت، وكان اللازم الملك يتصرف عشان يحمي الناس. لو استخدموا قوة النور كان بلاك هيموت، فملقاش حل غير السحر الأسود رغم خطورته، وفي الآخر دفع حياته تمن لده. قلت له بثقة: أنا عندي قوة اللغات
وهكسر لعنة الأمير. صدقني يا بابا، طب على راسي متخافش، أنا عندي 2 غالين لازم أحميهم ومش هخاطر بنفسي. أكيد يقصد بالك، وأنا في الرواية هو بيموت السنة دي، بس ده مش هيحصل طول ما أنا موجودة. بعد يا بابا، وفي القصر ديانا بتقول لي بلاك سمو الأمير أنت الوحيد اللي بثق فيه، لو مش موجود مش هطمن، وأنا بعيدة عن أختي، خلي بالك عليها كويس سامع. طبعا يا نسيبي، وبعد سنين نشوف مين فينا بيحبها أكتر. هو مش معروف إنه أنا، لا طبعا أنا اللي هكسب. آسيا كانت وقفة محتارة بينهم ومش عارفة تعمل إيه. خلاص بقى هتمشوا ولسه بتنقروا في بعض؟ يلا يا حبيبي لا تتأخر على حفلة الاستقبال. تمام يا سموك، نتقابل في أجازة الصيف، أنا مستنيكي. يلا يا باشا أنا كمان طاير، خلي بالك من نفسك يا آنسيا. والعربية بدأت تمشي. ديانا طلعت علبة وقالت لأختها بلهفة خدي دي يا أختي خليها معك. ده خاتم رئاسة العيلة ومفاتيح القصر، بابا أداهم لي لما قرر يطلق ويمشي. يا ديانا ما ينفعش أخذهم، بس هي قالت لها إن ثروة العيلة كلها كانت بفضل ماما، يعني كل ده ملكك أنت أصلا وحقك يرجع لك. أنسيا عينها دمعت وقالت تسلمي يا حبيبتي، على إيه بس، أنا برجع الحق لأصحابه مش أكتر. وصلنا يا جماعة، خلي بالك من خطواتك يا أميرة. شكرا يا كود. أول ما نزلت أنسيا اتصدمت من الفخامة، الحرس الملكي كله واقف بيحييها. يا بابا كله ده ترحيب، ودلوقتي حفلة استقبال الفرسان الجديد هتبدأ حالا. أنسيا بصت لأختها وقالت ديانا طلعت جامدة وشخصية صاروخ. ديانا شاورت لها يلا باي، لو أي دبانة رخمة قربت منك قولي لي، بس أنا مش هسيبك تتأذي أبدا، هفعسه جزمة لو ضايقك. ما تقلقيش، ابعتي لي جوابات كتير، روحي بقالة تتأخري. ماشي ههريكي جوابات. ورجعت بعدها للقصر للإنسان اللي مستنيها بفارغ الصبر. أول ما دخلت طلعت كورة السحر تفرجهم. مش قادرة أقول لكم ديانا كانت بطلتي وجامدتي إزاي، فعلا البنت دي تحفة وقوية جدا وكلهم اتبهروا بيها. بس بليك سألها ليه ما صورتيش نفسك؟ يا عم ده مش حفلي أنا. إيد النط وقال بحماس لا طبعا صورناكي، وفتح علبة مليانة كور سحرية كتيرة. يا خبر، دي فيها كل لحظة ليكي مع الفرسان، ليه كل التعب ده؟ جلالة الملك هو اللي أمرني. أنسية كانت هتموت من الكسوف. يا بابا حرام عليك كل التبذير ده على تفاهة، بس ليه بابا يعمل كده؟ ماليسا ردت أكيد دي هدية غالية منه. بليك قعد يتفرج وهو مبسوط آخر حاجة، وآسيا ضحكت لما لقيته مشدود للصور كده. دي أحلى هدية للأمير بليك، هو فرحان باللي بيشوفه. وأنسيا ارتاحت. بس أصل عيلة في جياندي، نسل إله الضوء العظيم اللي بنى الإمبراطورية زمن مع فيليب، بس إلهة الضوء اتصدمت من خيانة فيليب وقفلت باب السحر. ومع الوقت السحر بدأ يضعف خالص لحد ما محدش بقى عارف مين فعلا فيه ريحة النسل الضوء. بس مهما كان لسه ليهم هيبة وتاريخ. أنسيا راحت مكتبة العيلة تدور في الكتب عن أي سر عن سحر الضوء يمكن تلاقي حل للعنة اللي تعباهم. يلا يا ميليسا ندخل. المكتبة طلعت شكلها يصعب على الكافر، كتب قليلة جدا وفقيرة بالنسبة لعيلة كبيرة وليها تاريخ طويل زي دي. فيه كتب سحر شكلها جديد وما حدش لمسها قبل كده، بس بقية الكتب كانت عادية. قالت لازم أروح للمخزن الرئيسي يمكن ألاقي حاجة متدارية. تفتكروا هلاقي حاجة تفيدني هنا؟ إيه ده؟ المخزن كله مجوهرات وصور غالية، بس فين سحر الضوء؟ ما فيش ريحة معلومة واحدة عن فك اللعنة، كله كلام فاضي. إليسا ندهت عليها
وآنسيا قررت تمشي وهي مقهورة. رجعت للمكان اللي كله ذكريات تقرف، وفي الآخر رجعت بإيد فاضية وخيبة أمل كبيرة.